اصحى لينا احنا جينا. مسا مسا على كل الناس الكويسة، الناس اللي قلوبها صافية وعقولها مركزة. معاكم أحمد بدر وحلقة جديدة من برنامج أصله شعبي، أصل الشعبي في مصر. زي ما انتم متعودين اني بكون معاكم كل يوم 4 الساعة 8 لحد ما ربك يأذن بقى، يعني ما ملناش وقت محدد، فزي ما تيجي على حسب الحلقة والدنيا يعني. حلقتنا النهاردة أنا مبسوط بيها جدا طبعا، لأن أنا مع ضيوف زي العسل، يعني أنا شخصيا بسمعهم يعني وناس تقال في المجال. ضيوفي النهارده لازم تسمعهم في اي مكان كده، اي فرح او اي مناسبة، لو انت ماشي في اي حتة في الشارع لازم هتسمع اشكرك يوه. حبيبي حبيبي يا شاكوش، مسي على الناس يا معلم. بنمسي طبعا من راديو البوابة طبعا، وبنقول لكل جمهورنا انتظرونا بالجديد ان شاء الله، واللي جاي احسن ان شاء الله مع اخويا وحبيبي مادو طبعا. ومحمد الجندي ان شاء الله. وثقة في الله ان شاء الله نجاح هنكسب ان شاء الله. طيب طبعا معانا شاكوش، وما ينفعش شاكوش يطلع من غير ماضو الفظيع. يعني الاتنين وش الخير على بعض، والاتنين عملوا شغل جامد جدا مع بعض، وطبعا هنعرف كل ده. طيب مسا كده الاول، وقبل اي حاجة عايزين تعرفوا الناس مين ماضو الفظيع ومين حسن شاكوش، والبداية جت ازاي. انت بقى حسن الكبير. لا الحمد لله، يعني الواحد الاول انا اصلا قبل المجال ده كله كنت لعيب كوره، دي هنتكلم فيها ماشي. فاهمني. فالحمد لله يعني. قول للناس ان انت كنت من ناشئين الاسماعيلي. ايوه، ما في ناس كتير عارفه ان انا كنت من ناشئين النادي الاسماعيلي طبعا. قعدت 4 سنين في النادي الاسماعيلي والمصريه للاتصالات برضه قعدت سنتين ولغايه دلوقتي الحمد لله يعني لسه علاقاتي مع لعيبه الكوره اللي هم كانوا زمايلي في النادي طبعا، هم لغايه دلوقتي لسه مع بعضينا، لسه اصحاب وكل لسه حاجه، وبنشوفوا يعني بعض وتسلموا على بعض. كلنا اخوات يعني ما فيش اي مشكله. بس انا الحمد لله يعني ربنا كرمني، هم ربنا كرمهم وخدوا اتجاه وانا خدت اتجاه تاني. بقى دي ارزاق بقى بتاعت ربنا. الحمد لله الحمد لله. بس فما مشيت واحده كده، فالحمد لله ربنا طيب كرمني. ايه اللي خلى الموضوع يعني يجي على دماغ شاكوش، غنى ومهرجانات ودنيا ما فيش والله، انا كنت بسمع كنت على طول وانا من صغري يعني كنت بحب ان انا اجامل صحابي، فكنت بروح افراح الدنيا كلها. كنت ممكن مثلا ابقى بلعب في النادي الاسماعيلي، انزل من المعسكر مثلا واروح الفرح واسافر تاني يوم. ما كانش حد بيعرف الكلام دوت ان انا مثلا نزلت او كتت من المعسكر. ده الكلام ده مع حالك انت. كنت بابا كاني قاعد في المعسكر فوق ومفيش اي حاجه، وكنت بنزل القاهره اروح اقضي الفرح مثلا، وكنت برجع عشان خاطر ما ازعلش مين، ما ازعلش اصحابي او حد صاحبي والكلام دوت. تمام. فهي جت معايا كده، حد صاحبي سجلت اغنيه في بلاق عندنا في منطقتي، فبعد كده لقيت واحد صاحبي جايب لي مزيكا، قال لي المزيكا دي جامده قوي وهتليق ايه على الموضوع اللي انت هتليق اي موضوع هتغنيه عليه هتليق والكلام ده. تمام. فالمهم انا خدت المزيكا وطلعت البيت وكده قعدت اسمع فيها. فانا كنت من عشاق طبعا نجم محمد العجوز، اللي طبعا بيغني اغنيه طبعا. اشكرك، اصلا الاغنيه بتاعته القديمه بتاعته. النقطة دي خلي بالك ان احنا هنتكلم فيها بالتفصيل، بس لسه ده بعد تاني فاصل، عشان الغنوة دي ليها قصة كده. بس فالموضوع كله ان انا خدت المزيكا وقعدت بسمع، فدخلت اغنية بقى ايه، بقيت بسمع المزيكا فاشكرك يو اوعدك بحق. لقيت المزيكا بترد عليا، انا نفسي لما كنت بقولها يعني من غير ما تتسجل انا كنت برقص. ايوه. فقلت طبعا رحت سجلتها عند حد صاحبي في البراجيل اسمه محمد ابو غدير، لغايه دلوقتي صاحبي وحبيبي وبكلمه وكل حاجه. تمام. سجلتها عنده، فناس صحابي جم ايه عملت اغنيه جديده، قلت لهم انا عملت اغنيه اسمها اشكرك، خد وزعها على التليفونات. كانش لسه بقى ولا كنتش اتعرفت ولا في مواقع بترفع لي شغل ولا الكلام ده. تبدا انت. بس عملت الاغنيه وكده واشتغلت في الفرح، لقيتها كسرت الدنيا بسم الله ما شاء الله. سمعت بقى ده يديال ده وده يديال ده، الحق شاكوش عمل اغنيه، الحق شاكوش عمل اغنيه جامده، بقت تسمع. بقيت امشي في الشارع عندنا في بلاق في منطقتي وفي الجيزه، بقيت بسمعها في كل حته. طول ما انت ماشي سامع اشكرك اوعدك خش يا شاكوش يا جامد مش عارف. ايوه الإفيه ده علق مع الناس كلها يعني. على ما الحمد لله. انت بتبقى بص مش في حاجات كده ما بتبقى اصلا مش في دماغك، مش لو انت في حاجه موضوع بتحضر له ومركز له قوي
ممكن ما يسمعش. صح، بتحصل طبعا. انما انت لما بتسيبها على الله كده وبتعمل وبتقول يا زي رب، ما تيجي. بتقول يا رب، انت طالما قلت يا ونعم رب بالله. خلاص، فاهمني؟ طبعا. لا، ربنا بيكرم. طيب ايه هو مضو على طول بيحب يقعد ساكت كده ولا ايه؟ لا، هو كده على طول، هو هادي كده على طول. هو هادي وكل حاجه، بس احنا بس عايزينه. مجنون في شغله. ما ده اللي احنا عايزينه. طيب معانا تليفون حد من الناس طبعا جماهيرك يعني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الفل. مساء النور. مين معانا؟ محمود ميزو مع حضرتك. محمود ميزو. ميزو. تمام، محمود ميزو. عامل ايه يا حوده؟ الحمد لله طب تمام. انت بتسمعنا صح؟ ايه؟ بتسمعنا على الهوا؟ لا، ما بسمعش، مش شغل، بس انا قلت بس ايه، قلت على اخواتي اقول لهم الف مبروك من نجاح لنجاح. تمام. طب اهو معاك اخواتك اهو. ايه؟ اخواتك معاك اهو على الهوا، مسي عليهم. يا ماضو. يا ابو ميزو، الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ ربنا ايه يوفقك. اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يوفقك في اللي جاي كله. وشبرا عامله ايه؟ الحمد لله زي ميزو على الفل. فكره من شبرا احلى مسا وتحيه للشبراويه كلهم. ربنا ومحمود يخليك، ميزو حد محترم يعني. برضه، وبحي شاكوش نجم مصر، نجم حبيبي. الموال طبعا. حبيبي يا ميزو، ربنا يخليك يا ميزو. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا قلت بس امسي عليكم. حبيبي يا محمود. ربنا يوفقكم في اللي جايكم. احلى مسا عليك يا ميزو، ويعني لو خلصت شغل كده او لو عرفت تفلت خمسه وتسمعنا اسمعنا. تمام. ماشي، ابيض عليك كده زي. ماشي. ماشي يا معلم، سلام. ماشي، مع السلامه. قشطة. لا برضه مش هسيبك يعني، انت لازم تتكلم، احنا هاديين تمام. وكل حاجة، بس يعني عايزك بقى تعرف الناس مين ماضو الفظيع، مين ماضو الفظيع، وايه الدنيا معاه وبدأت ازاي يعني الخطوات دي، اول خطواتك في اتجاه المهرجانات الشعبي وان انت تبقى موزع، دي جت ازاي؟ هو من صغري خالص، من زمان، ايام المدرسه كنت احب اول حاجه خالص بقى البدايه، كنت احب انا اعزف طابور المدرسه قبل تمام. بقى ما كان في لسه في مهرجانات ولا الكلام ده. ايوه ده من زمان قوي. احب امسك الطبله، اخلي حد يمسك لي الطبله واعزف الطابور. انت مواليد كام بالمناسبة؟ انا مواليد 1/1/93. 93. اه. على فكرة وانت صغير مش كبير يعني. وانت مواليد كام؟ 4/5/88. 88. لا احنا دفعة واحدة مع بعضين. 27 28 سنه. اصل. فانا جت، انا على فكره لسه يعني السنه دي اخر سنه حقوق في جامعه عين شمس، انا كنت لسه اخر سنه. بالتوفيق ان شاء الله. خلصت تمام يعني؟ الحمد لله. الحمد لله. آه، تمام، اوكي ماشي. طيب فانا كنت في المدرسه والكلام ده كله. احنا معانا تليفون. طيب بعد التليفون خلي شاكوش ياخده. الو. الو. ايوه حسن. ايوه مين؟ الو ولاء. ولاء اختي يا طبعا، حبيبي. حياتي. طبعا. دي يا أختي. حبيبي، عامل ايه؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. انا قلت اعمل المداخله عشان اعرفهم اللي الشاكوش دوت حاجه كبيره عندنا. هو حاجة كبيرة فعلا واثبت وجوده يعني، وربنا يكرمه ان شاء الله من نجاح لنجاح. ان شاء الله. وهو فعلا، انا كان مش عشان اخته، هو فعلا نجم المهرجانات. حبيبي بامانه قلبي. الله يعني، بامانه الله. ان شاء الله محمد بقى، محمد ابن اختي اللي هو ابنها كله بقى شاكوش ويطلع كارثة يعني صغيرة حاجه هتتفضل. الله اكبر عليه يعني، ربنا ربنا يحميه. يحميه يا رب. طيب ربنا يوفقه يا رب، ومن نجاح لنجاح يا رب على طول يا رب. طيب بما ان انت معانا على الهوا، واضح ان انت اخته الكبيرة طبعا. طبعا. طيب عايزك تقولي لي كده، شاكوش من البداية اول ما قال لكم في البيت ان هو هيبدأ في الاتجاه ده او هيبدأ يعمل حاجة زي كده، كان ايه رد الفعل بتاعه؟ والله احنا رد فعلنا يعني، احنا عارفينه طول عمره صوته حلو، تمام. وهو وراثة عن والده، عن بابايا. الله يرحمه. الله يرحمه يا شيخ. يعني هو الوحيد اللي وارث صوت بابا يعني الصراحة. فاحنا كان من نقطة لينا لما حسن كان بيغني، فاحنا واخدين على حسن بيغني في البيت عادي معانا. ما كناش متوقعين الصراحة اللي هو يعني يبقى نجم المهرجانات بمعنى اصح. يطلع بقى ويواجه الناس ويعمل اغنية يعني واحنا وتكسر الصراحة ما الدنيا. عرضناش يعني، لقينا حاجة بيحبها فاحنا وافقنا عليها يعني، وهو ربنا يوفقه يا رب. يا رب. هم ساعدوني برضو الحمد لله بدعائهم والكلام دوت، وشجعوني اكيد، يعني. والدافع لان المعنوي هم ان انت يبقى في حد واقف وراك.
وهم دول اكتر ناس طبعاً. عرفوا، هم دول اكتر يعني اكتر ناس عرفوا ان الواحد مثلا تعب قد ايه. ان انا مثلا لعبت كوره واديت الكوره بما فعلاً. فيه الكفايه بس ما ادتنيش. ايوه فعلا بقول لك- هو يعني هو لعيب كوره ماهر كمان يعني. ما احنا يعني عرفنا هو الكلام لعيب ده. كوره ماهر يعني. هو ربنا اداله حاجتين يعني، ربنا يوفقه وربنا يوفقه بقى في الغنى وكده. بس حسن اصلا غير المهرجانات هو مطرب طرب طرب طرب. لا انا سمعت يعني- ده وهو هيسمعنا كلنا وهيسمع كل الناس الكلام ده لايف يعني. ان هتسمعينا شاء بقى. الله باذن الله وصوتهم يعجبه ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقه يا رب بإذن الله. من نجاح لنجاح يا ومعانا رب. طبعا شاء بقول لك الله. ايه، معانا إيه؟ طبعا ماضو الفظيع اللي بيوزع له طبعاً. على طول. طبعا ده اهلا نجم بيه المزيكا طبعا ده. طبعا ماضو هو يعني هو وحسن واحد يعني طبعا. هما لو ما كانوا كانش وش ماضو الخير على ما كانش بعض. حسن، ولو ما كانش حسن ما كانش ماضو. صح، هما الاتنين وش ربنا الخير على بعض يوفقهم يا رب. يعني. ربنا يوفقهم يا رب، حبيبي يا ربنا رب. يوفقهم ومن نجاح لنجاح يا رب على طول هما الاثنين وجميع الناس يا رب يا رب يا ربنا رب يخليك. ان شاء الله. يا رب. واطلب من حسن بس حاجه، اطلبي طبعا طبعا. انا بحب اسمع له موال يوم الحساب. يوم الحساب. يعني لو ينفع. ننزلها دي خلاص هيقولها لنا اهو دلوقتي. ماشي حاضر عينيا. ماشي حبيبي، يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا وحش. إيه؟ طيب احنا بالمناسبة هنكمل بقى بالنسبة لموال يوم الحساب، على فكرة احنا عاملين الأغنية دي بقالنا قد إيه يا شاكوش؟ بقالنا بتاع حوالي 6 شهور 7 ولسه شهور. ما نزلناش. لسه هي ليها وقتها هتنزل إن شاء الله. يعني هتكسر ليه الدنيا. حصري هنا دلوقتي؟ يعني لا يعني هي حصري صح؟ مم. إيه لسه ما نزلتش؟ لسه ما نزلتش. طيب ماشي. طب احنا معانا تليفون تاني جاي في الطريق يعني، نقول الو. الو. الو مساء الفل. مساء الفل يا باشا. مين معانا؟ سعد جاوة. سعد موقع الشام. غيره. احلى مسا عليك. عامل ايه يا كبير؟ الحمد لله يا باشا، انت عامل ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. كله تمام يا معلم. نورنا باتصالك. انت عارف احنا مين معانا طبعا صح؟ طبعا شاكوش ونجم المزيكا ماضي الفظيع. طب مسي على الناس بقى، الناس معاك اهي. يا سعود مسا مسا يا باشا. عامل إيه يا باشا؟ الموقع الحمد لله تمام؟ يا كله معلم. تمام؟ حبيبي العصابة تحت كلها زي الفل؟ السيطرة. كل الجديد موجود؟ كله شغال يا معلم. انت الجندي عامل ايه؟ تمام مقبضكوا؟ كله تمام. الجندي مقبضكوا؟ لا الجند حبيبي. طيب ماشي. بس على انت شاكوش عامل ايه يا أهو. معلم؟ بس على شاكوش. يا شاكوش. حبيبي يا باشا عامل ايه؟ مسا عليك يا الله معلم. يخليك يا سيد، ربنا يخليك. يا حبيبي ربنا إيه معاك الأخبار؟ في اللي جاي إيه كده الأخبار حبيبي؟ وخربات الدنيا انت وماضي. ربنا يخليك، اللي جاي احسن باذن الله. حبيبي يا شاكوش. حبيبي ربنا يخليك يا مسا سيد. عليك يا معلم. الله يخليك. حبيبي. احلى مسا عليك، وخليك بقى مكمل معانا عشان تسمع حصريات وحاجات كتير قوي كده. متابع الدنيا اهو معاكم. حبيبي يا معلم. حبيبي مع حبيبي يا السلامة. معلم. سلام. طيب نرجع تاني نكمل موضوعنا اللي احنا مش عايزين نكون نسيناه، بس قبلها هتسمعنا يوم الحساب. يوم الحساب. ايه رأيك؟ ماشي. نقول حته كده منها. يلا نقول حاجة. يلا نبدأ. يوم الحساب اهو جاي اكيد. يوم الحساب ماهوش بعيد. يوم الحساب اهو جاي اكيد. يوم الحساب ماهوش بعيد. لحد يقدر يرجع او لحظة يعدله، ولا حد ممكن يهرب او ثانية يأجله. لحد ممكن يرجع او لحظة يعدله، ولا حد ممكن يهرب او ثانية يأجله. دي في لحظة ما تلاقيها الدنيا
لحظة ما تلاقيها الدنيا واللي فيها، الحق وفوق قبل العذاب يوم الحساب. تارارارارارا الناس عايشين في توها وهم مش دارين، فاكرين الدنيا دايما، طب هي دايما لمين؟ الناس عايشين في توها وهم مش دارين، فاكرين الدنيا دايما، طب هي دايما لمين؟ شوفوا اللي سابوها راحوا وفاتوها، شوفوا اللي سابوها راحوا وفاتوها، قبلك حتى ولو جبارين صبحوا تراب، الحقوا فوق قبل العذاب ووقت الحساب. يعني حبيبي احسنت. اه شفت الناس اتصل. احسنت والله. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الفل. مساء النور. طيب نعبة في الناس بيك. نعم. نعبة في الناس بيك. ايوه يا فندم، انا عمرو مدحت. عمرو مدحت، اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك. عارف مين انا ولا مش عارف؟ طبعا النجم حسن شاكوش، هضبة المهرجانات ونجم المزيكا مدى الفظيع. طيب ارمي الميسا بقى، الناس معاك اهي. مساء الفل يا شاكوش. حبيبي عمور، عامل ايه يا كبير؟ الله يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يخليك. اقسم بالله يعني انا عايز اقول لك ان انا بعشقك عشق الدنيا كلها، ومعلق لك صورة عندي في الاوضة. حبيبي انت اخويا، انت اه اخويا والله، وهصورها لك وابعتها لك على الفيس وأوريها لك. يا بحبك، انت حبيبي. راجل محترم حبيبي وانسان نضيف وطيب، وربنا يكرمك يا رب دايما، وانا بدعي لك دايما والله عشان حبيبي. راجل محترم مسالك كده من ربنا جواك. يخليك يا عمور حبيب قلبي. وطبعا مدن الفظيع طبعا يعني هو اسمه بيتكلم عنه بصراحه. حبيبي. هو الطب بتاع مصر كلها، حبيبي يا عمور، ده شرف ليا، ربنا يخليك. العالم بتاع مصر كلها، واقسم بالله اقسم بالله بجد وربنا شاهد الكلام مش مجامله، انتوا الاثنين اتقل اثنين في المهرجانات وانضف اثنين في المهرجانات. حبيبي يا عمور ربنا يخليك. ربنا يكرمكم دايما يا رب، ايه رايك ونشوفكم في احسن يوم صوره ان شاء الحساب الله. دي تنزلها ولا ايه؟ ايه رايك في اغنيه يوم الحساب اللي شاكوش غناها لايف دلوقتي؟ اغنيه جميله جدا على فكره. هننزلها يعني ان شاء الله، هتكسر اه الدنيا ان زي شاء الله اسمك ايه باذن الله، كده. طبعا لازم تنزل. ماشي يا باشا. اي حاجه تشاكوش لازم تنزل. حبيبي يا عمور ربنا يخليك. حبيبي يا شاكوش، انا مش عايز اطول عليكم عشان جمهوركم كتير وعايز اتصل بيكم. نورت يا معلم. شرفتنا. ماشي. انت منين يا عمور؟ طيب ما قلتلناش منين؟ انا من الزيتون يا شاكوش. ماشي. أحلى عندي مسا. كده وحلبس. حبيبي طبعا حبيبي. احلى مسا وتحيه للزيتون كلها. الله يخليك يا رب، ربنا قول يكرمك. يا عمر. كمل معانا، احنا لسه مكملين اهو. طبعا والله العظيم انا بصراحه اول مره اسمع البرنامج، وبسمعه مخصوص عشان خاطر حسن شاكوش وموضوع. حبيبي يا عمور ربنا يخليك، ده حبيبي. شرف لينا والله. الله يخليك، بشرف لي انا اسمع صوتكم والله. تمام ايش، ماشي، كمل تمام. معانا بقى ما تسمعش. الو. خدت فصل ولا ايه؟ ايه الهدوء ده؟ لا احنا لسه على الهواء، ما خدناش فاصل ولا حاجه زي ما احنا. طيب عايزين بس في كومنتات كده عايزين نقراها تمام على صفحه راديو البوابه. في عبد الله جابر بيقول مساء الفل عليك يا شاكوش، وربنا معاك، انا من بلاد دشبور الطابق، بنحبك يا هضبه، واحلى مسا على مدى الفظيع. حبيبي. وفي بودة بيقول يا شاكوش انا بعشقك وعايز اشوفك، وان شاء الله حاسس اني هشوفك قريب، ولما اقابلك هفكرك بنفسك. ان شاء الله باذن الله. ده بودة. حبيبي يا تمام. بود. حبيبي. خالد ميدو. طب احنا معانا تليفون، ناخد تليفون. الو. مساء الخير. مساء الجمال. مين معانا؟ احمد محي. احمد محي. تمام. طيب انت عارف مين معانا على الهوا ولا لا؟ طبعا النجم حسن شاكوش، الدين على اي دين، حبيبي. ونجم التوزيع موضوع التوزيع. حبيبي أخويا وحبيبي. الكبير اللي بتشرف فيه. حبيبي طب ما والله. تعلي صوتك شوية عشان الناس مش سامعاك فتحت كويس. البطاريه يا احمد ولا ايه؟ بتنام ولا ايه؟ لا يا قول بابا يا حبيبي قول. بقول لك معانا النجم حسن الشاكوش، التقيل على اي دين، شغله بيتكلم عنه،
حبيبي ونجم التوزيع ماضي الفظيع، حبيبي. اخويا الكبير اللي بتشرف بيه في حبيبي اي يا حته. أحمد. حبيبي يا ابو حميد. اخبارك كله تمام؟ تمام يا فندم. إيه عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الشغل طب الجديد ننزله؟ ايه رايك في اغنيه يوم الحساب اللي غناها لايف ديت شاكوش؟ لا لا عالية دي جامدة. الاغنيه دي ان شاء الله هتنزل الاسبوع ده باذن الله. ان شاء الله هتكسر هتكسر مصر الدنيا. يا نجم ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. توفيق ان شاء الله من نجاح لنجاح. حبيبي يا ابو حميد. احب اقول على هوا اخويا الكبير استاذ محمد الجندي، الراجل الجدع اللي وقف معايا وقفه محدش وقف معايا وقفه زيها. اهم حاجه بس مقبضك ولا ايه؟ ايوه يا جندي. بيقبضني تمام. ايوه اصلي ماشي يا معلم، خليك معانا بقى وتابعنا. ها مش عايز تطلب حاجة حصري كده من شاكوش؟ مش عايز تطلب حاجة شاكوش يغنيها حصري؟ عاوز اطلب منك مش هشوفك تاني. كده بتاعت شيرين. كده. عملناها احنا فيديو قبل كده، عملت المكتب كسرت، جابت مشاهدات كتير قوي على طبعا اليوتيوب. فيديو جميل، انا شفته ايوه نفسي. تمام، هو هيغنيها لك دلوقتي، خليك معانا بقى عشان تسمعها. ماشي. احلى مسا عليك. طيب سمعوا بقى ماشي كده. كده كده يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. كده كده يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا ديت. يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تاني. يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تاني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضل لي منه غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي امان، عمري ما هقول عليك ماضي وكان. مع السلامة يا حبيبي وفي امان، عمري ما هقول عليك ماضي وكان. عمري ما هقول عليك ماضي وكان. احسنت يا فنان. ربنا يخليك. لا بجد جميل قوي. طب انت ما حاولتش كده تحط نفسك في تجربة كلاسيك لا، ما انا ان شاء الله اللي جاي باذن زي الله كده، يعني تكون حاجة لا، ان شاء الله بحضر حاجه ان شاء الله اسمها على نص شارع ايامي. على ناصية شارع. ان شاء الله مع طبعا نجم التوزيع طبعا عم اشرف البرنس. طبعا وان شاء الله ده عالم يعني في مجاله. فان شاء الله بنجهز فيها ان شاء الله من الاسبوع دوت باذن الله، يعني الله. حاجه تعجب الناس ومختلفه خالص بعيد طب عن ما تقول المهرجانات. للناس كده كلمات مين والحان مين كلمات تامر حجاج تمام. والحان تامر حجاج اللي كاتب اللي ملحن اغنيه عم سلامه للنجم حكيم. نجم حكيم طبعا. باذن الله ان شاء الله.
طب ان شاء الله حاجة هتكسر الدنيا يعني؟ باذن الله حاجه مختلفه جدا طب باذن ما الله. فيش حاجة منها كده؟ ممكن نقول يعني طب نسمع ما الناس حته منها. ماشي. حاجة سيكا كده. خبط كسر يلا. اعمل اللي انت عايزه، يلا بينا. على نصية شارع أيامي ساكن مع أحزاني في بيت قدام مني سكن آلامي أنا والوجع الحيط في الحيط على نصية شارع أيامي ساكن مع أحزاني في بيت قدام مني سكن ألامي أنا والوجع الحيط في الحيط عذابي تملي واقف على الباب وجرح يا قلبي من الأحباب بتخبط على قلبي ليلاتي على نصية شارع أيامي ساكن مع أحزاني في بيت أنا اللي عايش من غير روح تتتا اسمي من الأفراح ممسوح أحلامي من شباك مفتوح بتطل على بحر الأوهام قافل عليا بمية ترباس هربان من الدنيا ومن الناس لو عمري كان مبني على أساس كنت ابني دور للراحة وانام انا اللي عايش من غير روح اسمي من الافراح ممسوح احلامي من شباك مفتوح بتطل على بحر الاوهام. لسه عايش بعد كل ده؟ لسه لا تكمله وكده بس احنا قلنا حته منها يعني. لا دي كده حتة يعني تحفة بس ما شاء الله. لسه الموضوع جوه جامد جدا كمان. لسه كمان في شغل محمل كده. طيب انت اللي هتقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو حميد يا ابو حميد عسل معاك اخوك ابو المصري من الهرم. احلى مسا عليك يا ابو نصر. كنت عايز امسي على الكروان دولان الشاكوش العالمي وعلى نجم التوزيع اخويا اللي بشرف بيه موديل فظيع وعلى الاستوديو غنى كله بالاجماع. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي اهو معاك اهو، عايز تقول لهم ايه على الهوا؟ حبيبي يا شاكوش يا جامد ربنا يكرمك يا رب ومن توفيق لتوفيق ومن نجاح لنجاح يا رب. حبيبي علامة عليك حبيبي يا ابو نصر ربنا يخليك يا حبيبي. وعلى مدى العظيم مدى فظيع ربنا يستر عليك يا ربنا اخويا يخليك يا أبو ويفتح لك ناصر. حلق والف الف 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 مليون مبروك فرحة اربعة. فرحي ان شاء الله ان شاء الله فرحة اخويا مدى فظيع. الف مبروك يا صاحبي تتأهل. حبيبي يا مادو الله يبارك لك يا رب وبشكر شركة غنوة بالاجماع والاستاذ محمد الجندي حبيبي يا ابو نصر. واخويا شريف ميسي طبعا والناس كلها بالاجماع. طبعا ربنا يخليك يا حبيبي. يا رب ربنا يستر عليكم ان شاء الله ومن نجاح لنجاح ربنا وعمر يخليك يا الاثنين. قلبي حبيب قلبي. كنت عايز اطلب منك حاجه الشكوش بعد اذنك. امرني. الامر ده اخويا كنت عايز اسمع صدى طيور منك بعد اذنك. صياد الطيور طبعا طيب، سلطان الطبق. بقول لك جزء منها كده عشان الاغنيه دي بتاع 3 ساعات. ماشي حبيبي يا شكوش ماشي الله يا يستر حبيبي. عليك. حبيبي تحت امرك. خليك بقى مكمل معانا. وربنا يكرمكم يا رب وبالتوفيق ان شاء الله ربنا بالنجاح. يخليك يا قلبي حبيب قلبي. حبيبي يا اخويا. خليك مكمل معانا يا ابو نصر. والله من الساعه 7 مستنيك. احلى مسا عليك. حبيبي يا اخويا احلى مسا عليك ويا رب ربنا يكرمكم يا رب ويستر عليك. يا رب اللهم امين. امين يا رب. ايه بقى ناخد تليفون معلش. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ انا كرم عنتر. كرم عنتر. ابو كرم. كرم عنتر شاعر غنائي انت ده اللي كاتب الحسن بس شعر غنائي الحسن بس. لحسن بس. ده اللي كاتب لي اغنيه اسمك ايه اسم انسان. طبعا. وكاتب لي اغنيه البيه البواب. دي لسه نتكلم عنها. اه دي حاجة
حاجة لسه بلاش بتتجهز. دي. حبيبي يا كرم. هنقول عليك. انا بحيي البرنامج جامد قوي البرنامج ده، حبيبي، وبحيي كل الناس حبيبي. القائمين على البرنامج، حبيبي وبحيي الله حسن يكرمك. طبعا كروان. مش هقول فلان ابو جيزه، انا اقول مصر. اللي انا بحبه قوي بصراحه هو جدع راجل فنان. حبيبي اه يا كرم. ماشي. لا هو من حبيب ناحية كل اللي فنان بيعمل شعب. هو كل اللي فنان بيحب فعلا. ان هو جدع بصراحه وراجل. حبيبي يا كرم. ويا رب التقدم على طول يا حسن، وربنا ينولك كل اللي قدامك عشان تستاهل. حبيبي بقول لك ايه يا عم كرم، ايه؟ انا سبت لك يابا رساله امبارح على الفيس، ايوه. عايزينك تبعت لنا حاجات من اللي انت جايبها الجديده ديت على الواتس والكلام ده. عيني. ماشي. عيني يا عم. حبيبي يا بيه. مصالح مصالح يعني. اسمع بقى يا حسن بقى، انا من زمان هو اللي كاتب لي كمان انا من زمان وانا آه. عارف ان انا فنان، ما رضيتش آه. اكون ظابط، ما رضيتش اكون دكتور اسنان. كنت لسه هتكلم معاك يعني في أيوة. النقطة دي بالظبط لا ان شاء الله بيحضر لي طيب. بيحضر لي كام حاجه كويسه ان شاء الله. طيب يا كرم مفيش حاجة كده هتقولها لنا كده على الهوا حصري كده؟ الو الو. طب كان معانا كرم وخلاص يعني ربنا كرم. طيب كنت لسه هسأل اصلا، كل واحد وهو صغير بيقول انا نفسي اطلع ظابط، ناس بتقول دكتور، ناس بتقول مهندس، ناس بتقول الكلام ده. انت كنت عايز تبقى ايه وانت صغير؟ انا اه كان امنيه حياتي هم يكون مغني، يكون لعيب كوره، بس مفيش غير كده. كنت يكون عايز تبقى ممثل. انت عايز تتشهر وخلاص بقى. مش هتشير وخلاص بقى، انا لو أمال ليا إيه؟ نصيب ان انا هتشير. ايوه طبعا احنا فاهمين ده. بس انا كنت انا بجتهد في الثلاث حتت دول، يعني اللي هو الغنى والكوره والتمثيل. والتمثيل. بس ما حصلش نصيب مثلا من الكوره، خلاص الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. في حاجات. فربنا الحمد لله كرمني في حته الغنى، ولسه انا بقول يا هادي لسه ما عملتش اي حاجه في حياتي ان شاء الله يعني لسه من ناحيه لسه الغنى والكلام دوت. انا لسه بحط رجلي على اول سلم، خطوه ورا اللي خطوه. جاي طب معانا اكتر ان شاء الله واللي تليفون. جاي احلى. معانا تليفون. الو الو. الو السلام عليكم. مين معانا؟ انا بقول يا باشا. بولا بالا. بالا. عامل ايه يا بالا؟ الحمد لله. قول لي بتسمعنا من اول حلقه ولا ايه الكلام؟ ايه بتسمعنا من اول الحلقه ولا ايه الكلام؟ لا والله انا في الشغل فمش عارف اسمع. في الشغل مش عارف تسمع، بس قلت تشارك يعني. طب انت فاتك حاجات كتير حلوه، بس معاك شاكوشه وبقى مسوا على بعض كده حبيبي يا بالا. ان شاء الله في علاقه وقت. حبيبي ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ كويس. وانا صاحبي الو حبيبي عامل ايه يا كبير؟ عصفوره. يا رب عصفورة عصفورة ده حبيبي. عصفورة ده على فكرة الحلاق الخصوصي بتاعي. ايوه عالمي والله العظيم. طب يبقى ظبطني بقى يا عم. احلى شكوش واحلى مالك الدنيا. حبيبي عصفورة ربنا يخليك يا حبيب قلبي. طيب التليفون فصل. طب احنا قبل اي حاجة هنطلع فاصل صح كده، نشرب حاجة كده ونظبط الجو، ولا انا عشان انتوا معانا ورجعنا على الهوا تاني؟ عاملين ايه يا رجالة؟ الحمد لله تمام. كله زي الفل؟ زي الفل الحمد طب لله. احنا معانا تليفون. معانا تليفون. الو الو. مين معانا؟ تيتو حركانه. تيتو. طيب يا باشا ازيك يا ابو حميد؟ تمام يا معلم، انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كله زي الفل. فل يا ريس. بتسمع الحلقة النهاردة؟ ايه الاخبار؟ تمام يا سيدي. سمعت طبعا شاكوش ومولع انا بسمع الدنيا. الحلقه عشانه. طبعا حبيبي. اهو معاك اهو على الهوا. مسي عليه. حبيبي يا شكوش. حبيبي يا نجم مصر. ازيك يا ريس؟ ربنا يخليك يا حبيب قلبي. مبروك على الفرح متأخرة شوية. لا يابا ولا يهمك. ألف مبروك. حبيبي. والله أكبر عليك كمان، يعني أنا مفيش حاجة ما بسمعهاش ليك. ربنا يخليك. ربنا ده شرف ليا والله. وموضوع طبعا يعني الله أكبر دلوقتي بقى موزع الأول في مصر. حبيبي يا حبيبي يا كبير. حبيبي يا مصر. حبيبي يا ريس. ألف مبروك يا ريس على الفرح، وإن شاء الله ما تنساش الفرح الأولاني برضه وهنخربها سوا. هنقفل الدنيا مع بعض شهر 4. إن شاء الله. هتولع ما تقلقوش.
هتولع ما تقلقوش. تمام يا ريس. تمام يا معلم، خليك بقى مكمل معانا الحلقة وعشان تسمع الجديد بتاع الناس. ان شاء الله يا ان شاء الله. فل يا معلم. ماشي يا ريس. مع السلامة. عاملين ايه يا رجالة؟ تمام زي الفل. كله الحمد تمام؟ لله. الحمد لله. طيب في كومنتات كده عايزين نقراها بسرعة. في طارق أسامة بيقول أحلى برنامج في الدنيا وبنمسي على هضبة حسن شاكوش ونجم المزيكا ماضو الفظيع، وعايز أسمع أغنية هدية من السما اللي شاكوش غناها في فرحه. وأحلى تحية لأجمد مذيع في الدنيا أحمد بدر، حبيبي يا معلم جمهور شاكوش في كل مكان. ده هاشتاج. معانا يوسف عفيفي بيقول حبيبي يا شاكوش أقسم بالله برنس أنت والسادات وفيلو وبس بولاق الدكرور والعشرين. معانا خالد ميدو برضه بيقول لاخواتي وحبايبي احمد ماضو وحسن منصور يعني احلى نجوم، احلى مسا على رجاله شركه غنوه. تمام كده. ومعانا انا تيتو تقريبا اللي كان بيكلمنا او مش عارف حد تاني، بيقول ماضو الفظيع علم التوزيع وشاكوش ده العشق. والله احلى رجاله في الدنيا، احلى مسا عليكم يا رجاله وابيض عليكم. تمام. طيب ناخد مكالمة في وسط الكومنتات، بعد كده بقى ايه نقعد نتكلم. ماشي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معانا محمود رشاد. مين معانا؟ محمود رشاد. محمود رشاد. يا طيب محمود. معانا شاكوش ومعانا ماضو وتعايش. حبايبي واخواتي. عامل ايه يا محمود؟ ايه الاخبار؟ حبيبي يا حودة. الحمد لله. محمود رشاد ده بقى من الناس اللي بص القلب الابيض. حد محترم. ده صاحب وفي المجال برضو بص الوحيد اللي انا بتمناه نفسي ربنا وعايز يكرمه اقول إن لك شاء على الله. إن شاء حاجه، الله. الوحيد والله العظيم لما بعمل اي حاجه بيكلمني يبارك لي، بيبارك لي عليه. اول واحد. ابيض الناس ابيض كده سالك لربنا، عشان كده الناس ربنا السالكة يكرمه ان هي شاء اللي الله. ربنا بيكرمها طبعا. ربنا معاك يا حب ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. طيب يا رشاد قول لنا كده يعني لو في تجربة جمعت بينك وبين شاكوش او بينك وبين ماضو، يعني كان الموضوع ماشي ازاي؟ لا هو مفيش والله تجربة حصلت قبل كده. لسه بس مفيش هو حاجة. يعني من فترة ومن زمان. يعني اتمنى طبعا يكون في تجربة يبقى نجاح ليا انا. يعني حبيبي يعني يا أنا محمود، ده الشرف لينا يا ريس. حبيبي ربنا يخليك يا حودة. ان شاء الله يبقى في شغل سوا كده وتكسروا الدنيا بإذن طول الله. ما على فكره ما يعني محمود رشاد من الناس القديمه، حد فاهم اللي هو بيعمله. قديم، مش حد طالع قديم. ايوه. ما بقاله كتير في المجال. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي. ربنا معاك ومن نجاح حبيبي. لنجاح. قول يا رشاد خليك مكمل سماع اصله شعبي، اصل والناس الشعب طبعا في على مصر. امبابة، طبعا احلى بلد في الدنيا. مسا على امبابة تمن والوباء. ربنا يخليكم يا رب. مش عايزين مع حاجة. حبيبي ربنا مع يخليك. السلامة. مع السلامة. طيب احنا نفصل بقى تليفونات ونفصل كومنتات والكلام ده ونتكلم بقى شوية. خلاص احنا عرفنا حسن شاكوش بدأ ازاي والدنيا جت معاه ازاي. بالنسبة لماضو كنا وقفنا فين؟ وقفنا وانا كنت لسه صغير في المدرسه. ان انت كنت بتحب المزيكا من زمان والله، من ايام المدرسه انا كنت بعزف على طابور الصباح والكلام ده كله. بالظبط. الموضوع دخل معايا بقى بعد كده، كان اخويا مع استاذ محمود دريم، هو في الانتاج دلوقتي. تمام. بس الاول كان ساعتها عنده كمبيوتر كده صغير كنت بحب اقعد عليه، كان عليه لوبات وحاجات كده غريبه، كنت افضل اركب، ما كنتش اصلا عارف الحاجات دي بتتجاب منين، بتتعمل ازاي. ساعدني والله هو ان هو جاب لي خامات من استوديوهات كان ساعتها كبيره، وابتدأت ان انا اتعلم واحده واحده، مع العلم انا محدش علمني حاجه انت باجتهادك خالص يعني، والتجربة وان انت يعني انا ما اتعلمتش ولا رحت لحد ولا اي حاجه خالص بنفسي. بس في حاجات بتبقى محتاجة دراسة يا ماضو، صح؟ ما هو انا جالك في الطريق، انا عملت كل على فكره انا ما وزعتش، ما كنتش اول واحد اوزع، انا كان في ناس كتير قبلي بتوزع كتير سبقات. بس انا لما طلعت كنت مركز قوي في المزيكا قوي، حاولت ان انا يعني لو مشيت على دراسه او رحت اتعلمت هعمل زي ما هم بيعملوا، فانا ما عملتش جديد. بالظبط. فلما انا اخترع واتعلمها من نفسي مش هنساها، هعملها احسن، هعملها بتكنيك احلى بالسمع معايا، مع العلم ان انا اكون برضو ماشي مظبوط
في النوتة الموسيقية يعني. بالظبط، ما هي دي النقطة اللي بعد ما اتطورت والكلام ده كله خلاص بقى، وماضي وعملت عديت حاجات المرحلة تكسر دي. وعملت حاجات افلام كتير، وعملت جمهورية امبابة، وعملت شاكوش برضو علشانك بتاعت محمد رمضان والعصابة وحاجات كتير. عمرو الجد انا كل يعني الوحيد. اول مهرجان كان وش الخير على ماضو، او كان اللي هي ساعة اللي هي الاساس اللي انت وقفت عليه كتير. بص انا يعني بس كانت اول ميديا ليا كانت كانت واحد صعيدي اللي هي محمد رمضان. واحد صعيدي كانت اول ميديا طبعا، فدي وكسرت بالنسبه لي الدنيا. لما حاجه تكسر في الشارع غير ما تكسر في التلفزيون طبعا، وهي عملت دودة. اما انا الموزع الوحيد يمكن اشتغلت مع المجال كله تما بدون ذكر بلا اسامي استثناء. كله. اللي بتوع المهرجانات كلهم انا كنت بعمل معاهم دوتوهات، لان هم كلهم صحابي وناس محترمه، وانا ببقى فيها حاجه مش موجوده في حد، واللي قدامي بيبقى فيه حاجه مش موجوده فيا. اللي هي ايه؟ يعني مثلا لو اشتركت مع موزع تاني او مع فرقه تانيه، ممكن يبقى في سنس مثلا في هو فكري عنده بيضيفهولي، وانا بضيف له فكر، فبنعمل دويتو جامد، ميكس حلو، حاجة جديدة بالظبط كده. اما كاساسيين والكلام ده كله طبعا الشغل شاكوش معايا. طبعا بعد كده اتطورنا في الموضوع، فتحنا شركة غنوة اللي وقف جنبي اول حاج يحيى الصعيدي دوت. يعني والدي انا بعتبره والدي، كان يعني ده اللي سندك في البداية جدا. بعد كده كمان بعد البداية وكان ومساعدني لحد النهارده، اللي روح يا ماضو في اي حته وانا معاك، يعني يمكن مديني الدفعه، واخويا استاذ وفي محمود دعم كريم. بالظبط، والحمد لله يعني. خالص، والحمد لله ده اللي احنا فيه دلوقتي. على بنحاول نتعلم بعد بقى الفتره اللي هي خلاص، وعملت تمام وفي الشعب تمام. خدت بقى كورسات، خدت كورسات الفتره الاخيره دي لسبب عشان اروح في حته تانية بقى دراما. بالظبط، كلاسيك ده بقى ما ينفعش انا الفه. صح. فاخدت بقى دلوقتي تمام، وخدت وبتطور من نفسك الحمد لله بقدر اعمل ده. وبالفعل انا عامل ده في شغلي في مسلسلات جاي، وعامل حاجات لنجوم بتتذاع دلوقتي على القنوات وعلى النقل المطربين. وفي برضه في رمضان الجاي عامل داخل في مسلسل الكيف مع الفنان الكبير باسم سمرة، عامل له اغنيتين ان شاء الله. وفي ليالي الحلمية برضه عامل فيها اغنية بدون ذكر اسامي اللي بيغني فجأة. وفي حاجات كتير نجم يعني. حد ستار. تمام. بس بنحاول كده ان احنا دايما نبقى في الساحة ان شاء الله. طب احنا معانا تليفون هناخده، هنرجع برضه ايه نخش بقى على شغل شاكوش الجديد. ماشي. يعني مش هنسيبك طبعا. الو. مساء الفل، مين معانا؟ خالد مين؟ مين؟ الو مين معانا؟ مين؟ ايه؟ خالد مين؟ لا طب ما تطلع في حته فيها خالد ميدو؟ شبكه. يا خالد يا ميدو، يا حبيبي ايه ما تعلي صوتك كده يا حبيبي؟ واطلع في حته فيها شبكه يا ريت. معلم صوتي اهو. في ايه يا حبيبي مالك؟ ماليش. انت عارف مين اللي بيكلمك ولا لا؟ ايه؟ عارف مين اللي بيكلمك ده ولا لا؟ مين؟ مش عارف؟ لا ده كده بقى. مش عارفني يا خلود؟ ده ماضو الفظيع. ما انا عارف ماضي اللي بيكلمني. وعارف ما يتوهش عني. ايه يا خلود عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. كله تمام. وشاكوش اخباره ايه؟ شاكوش اهو قاعد نايم. حبيبي ربنا يخليك. والجندي الجندي لقعينه بره. انت مسا عليكم وراديو بوابه واستاذ احمد بدر حبيبي احلى مسا عليك. الله يخليك. ماشي يا جميل. عايز تقول لشاكوش وماضو ايه على الهوا؟ هو اغنية موال يوم الحساب ده يعني اول ما يشتغل هيكسر الدنيا، هو موال جامد وكده في التوزيع وتوزيع ماضو وكده. حبيبي 100 وكده. حبيبي ربنا. عسل خالد من الناس اللي معانا في يعني في انا مدير اعمالك ولا ايه يا ماضو؟ انت مدير اعمالي. يعني انا عندي استاذ محمد الجندي مدير اعمالي، هو بقى مدير اعماله. هو اللي ماسك شغل. ازاي ما اعرفش يعني والله ابزق ما تدققش. تمام يا كبير، خليك مكمل معانا واسمعنا، وعشان تسمع بقى شاكوش وماضو الجديد بتاعهم. طيب قرب بقى شويه كده شاكوش. ارجع تاني للناس.
نعرف الناس بقى شاكوش الفترة الجاية هو ناوي على ايه، وايه إيه الحاجات اللي هي فعليا خلاص ضن بس واقفة على التصوير او انها تتحدد ميعاد انها تنزل. ايه الحاجات اللي انت لسه هتبدأ تشتغل عليها؟ لا انا باذن الله ان شاء الله يعني في حاجه لسه هتنزل ان شاء الله. بسجل اغنيه بتاعت الفيلم اللي انا بغني فيه وبمثل، اسمه علي معزة، تمثيل وغنى. ده علي مازن انت طالع فيه مش بس بتغني، انت طالع بتمثل واخد دور واخد دور دور تمام كامل الحمد لله يعني. الحمد لله. مع الفنان احمد مجدي. وفي مسلسل نظرية بلبلة ده برضو انا وطالع فيه انا والنجم شعبان عبد الرحيم. طبعا ممثل؟ لا طالع غنى بس. بغني انا والنجم طبعا اخويا حبيبي حماده الليثي. حماده الليثي في مسلسل نظرية بلبلة. وفي الحمد لله ربنا كرمنا امبارح يعني عملنا مضينا فيلم مذبحة مصر. طيب مذبح في حد انت هتتبسط ان هو هيخش دلوقتي معانا على الهوا؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام. قول لنا مين معانا كده، انت اوريدي مشترك وعلى الهوا اهو، قول لنا بس مين معانا، عرف الناس. اكبر شرف ليا بس حبيت اقول مبروك، مليون مبروك طبعا لاخواتي الهضبه حسن شاكوش. الله يبارك فيك. الجميل الماضي والبرنامج الجميل المحترم. حبيبي الله مع يكرمك. حضرتك خالد مايكل. ده صوت عم خالد مايكل ده لسه لسه واصل حالا اهو يا ابو علي. حبيبي وصلت بالسلامه. مبروك الفيلم يا حبيبي. الفترة الجميلة اللي انت عاملها انت وماضي، والفترة الجميلة دي دايما تتفوق يا حبيبي. ربنا يخليك. النجم طبعا خالد مايكل نجم اسكندرية. ان شاء الله باذن الله انا وهو باذن الله في الفيلم الجديد بتاع مذبح مصر ده باذن الله انتظرونا باذن الله. ده شرف كبير، شرف كبير يا ابو علي، وانت انسان جميل ومحترم والعالم كله بيحبك. ربنا يخليك. الفترة الجميلة اللي هو عاملها في التوزيعات الجميلة. حبيبي يا عم خالد، الفترة اللي جاية شغلنا مع بعض كلها ان شاء الله. الفترة الجاية انا وانت وشاكوش نخرب الدنيا ان شاء الله باذن الله. يعني هيبقى في شرف لاسكندريه وشرف للدنيا كلها انها تتعامل مع ماضي ومع شاكوش طبعا. ده شرف كبير قوي. انا مش عايز اطول عليكم عشان طبعا انا بتصل من بدري، من اول ما طلعت من القاهره لاسكندريه، وبسم الله ما شاء الله ضغط التليفونات مشغول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم. نمسك الخشب بقى عشان المهم ان انت وصلت بالسلامه الحمد لله. انا مش بحسن ما شاء الله، بس عشان حاجه يعني. لا طبعا لا. اسكندريه كلها بتسمع الموضوع جميل، وان شاء الله انا داخل كمان على البيت اهوت اكمل اسمع الحلقه الجميله. ان شاء الله توصل الناس كلها خشوا اشتركوا في الراديو الجميل ده. ان شاء الله. الحمد لله توصل بالسلامه. طبعا مش عايز انسى بس اخويا محمود دريم، راجل محترم. طبعا محمود دريم طبعا يعني محمود دريم اخواتنا طبعا. وطبعا التحيه خاصه طبعا للحاج يحيى السعيدي. الحقيقه الراجل المحترم الواحد بامانه نفسنا نشوفه ونسلم عليه. من الناس المحترمه برضه، واسمه نضيف واسمه محترم. اكيد طبعا. الحمد لله على سلامتك يا نجم مصر لوصولك اسكندريه. ربنا يخليك يا نجم مصر، وبالتوفيق يا رب دايما، وتحياتي لكل المحترمين اللي عاملين في راديو البوابه. حبيبي يا معلم، خليك بقى مكمل معانا واسمعنا. اساسي يا باشا. لا اله الا الله. مع السلامه. طيب يا وحش نكمل بقى. ايه بقى الشغل اللي انت لسه بتجهزه، لسه ما خلصتوش؟ لا ان شاء الله بنعمل حاجه كده انا وماضي ان شاء الله، حاجه كويسه. موال حاجه دراما ولا حاجه مهرجان؟ يعني حاجه احنا عاملين حاجات سريعه وحاجات دراما وحاجات هاديه وحاجات فيها غرب انت حاطط كل الالوان يعني عشان اللي بيسمع الالبوم لا الحمد لله. بص هو انا الحمد لله يعني انا وماضي الاثنين بنكمل بعض. انا عندي حته خامه الصوت دي الحمد لله، اقدر اغني اي نوع، اي نوع من وانت اثبتت ده فعلا بغني يعني. لما وماضي الحمد لله هو مساعدني كمان ان انا لما بخش مثلا عليه معايا لحن اغنيه او معايا مثلا افيه بتاع اغنيه او الكلام ده، هو برضه دماغ الله اكبر عليه وامكانياته مساعدين بعض، فاهمني؟ ايوه فالحمد لله يعني. فاللي جاي احسن باذن الله ان شاء الله باذن الله. يعني انتوا تيم مع بعض، انتوا تيم واحد شغال مع بعض، احنا مع بعض كده ان شاء مفيش الله. مشكله. احنا شغالين مع بعض وكل حاجه. في حد بيبقى عايز يعمل معانا حاجه
شغل الكلام دوت ما ما بنرفضش فيش يعني. اي مشكله ان إحنا انت تشتغل كلنا- مع موزع تاني. لا كلنا بص، لازم هو نقف هو جنب بعض. مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لنا، احنا كلنا اخوات في المجال. بس عايز اتكلم في نقطه صغيره بالنسبه لشاكوش وليا. تمام. الفتره الاخيره دي انا عايز يعني من غير ما اقول لك المبلغ اتنصب على ناس كتير قوي من النت. واحد عامل ايميل باسم شاكوش، تمام. تمام. وعنده فولورز ومتابعين كتير قوي، ما تعرفش جابهم منين. اللي بيخش يكلمه بيقول له انا هعمل لك الاغنيه انا وماضو، وهجيب لك انا ايه الكلمات. يروح يبعته الواحد يديله الكلمات كبدايه بقى، اللي هو ايش انت يجي يروح ياخد الكلمات بمبلغ قد كده. هو طبعا يعني الراجل اللي بيتكلم على الفيسبوك هو بيكلم حسن شاكوش. اللي هو انا. فيقول له اللي هو المفروض واحد تاني فانا بقول له لا هو ايه، انا هقول لك الخلاصه. يروح جاي يكلمه، روح لفلان الفلاني خد منه الكلام. فلان الفلاني ده يروح يقابله في اي حته يعني غريبه كل مره شكل بقى. تمام. يروح ياخد منه الكلام ويديله فلوس بقى وعربون ونص الفلوس بتاعه، وبعدين يقفل ما يعرفش يجيبهم تاني. يجي بعد كده يكلمنا احنا بقى بجد، يقول لنا يلا احنا مش هنسجل. تسجل ايه يا ابني؟ يعني انا ببقى ولا نايم، خدنا انا فلوس. ببقى نايم في البيت والاقي ناس بتكلمني احنا متفقين معاك ان النهارده واحنا رحنا في اشترينا فرح. الموضوع. لا مش مش في في فرح. تسجيل احنا النهارده احنا رحنا اشترينا الاغنيه اللي انت قلت روح اشتريها من حد اسمه فيصل العالمي من الشرقيه. لا والله. يعني الواد ده هو بعد كده لقيته بيكلمني اه. انا الحكايه والروايه والله انا ما هعمل كده تاني وانا مش عارفه ايه والحكايه. ده اول واحد طلع لنا في المقدر اللي هو اسمه فيصل العالمي من الشرقيه. فتحته. فانا لقيت الناس بتكلمني وتقول خليه لي طبعا حقه يتفضح يعني. فانا لقيت الناس بتكلمني مش هنسجل. طب احنا رحنا اشترينا الموضوع اللي انت قلت لنا عليه، فحرام يعني ان شوف كم باع لي كم واحد مثلا بيبيع له الموضوع ب 500 على جنيه. حسك انت على حس انا الموضوع. ما هو الراجل بيروح يشتري، لو هيشتري الموضوع ب 1000 جنيه عشان يروح يسجله مع شاكوش. ايوه. فبعد كده انا بتفاجئ، هو انا كلمتك الاقي ماضي بيكلمني يقول لي مش عارفه ايه. انا ما اتفقتش مع حد ولا كان انا نايم في البيت. يعني خلينا نقول ان انت مالكش اكونت على الفيس. انا ماليش اي ايميل على الفيس خالص. انما ليكوا صفحه بيج لينا انا البيج. ليا صفحه، كلنا لينا ايميلات وكل حاجه، بس يعني خاصه وفي نفس الوقت لينا البيج بتاعنا ماسكه زيزو ار سي. تمام. شغال معايا وماسك كل حاجه وماسك كل حاجه الفايبر وكل حاجه. طيب خليني هسألك سؤال كده انا بسأله لكل الناس اللي بتجينا. المهرجانات فن ولا انت شايفه ازاي؟ المهرجانات طب ارد انا رد مقنع. انت حاولت رد مقنع. اه. في نوعين مهرجان، في مهرجان فن ومهرجان مش فن. دي كده الإجابة الرمادي زي ما بيقولوا. دي الإجابة اللي هو إيه، في ناس بتعملها مش فن فبتعم على كله، إحنا ملناش دعوة. اللي إحنا بقى بنعمله ده فن. تمام. اسمعوا هتلاقيه فن، هتلاقيه غنى عرب. يعني واحد زي شاكوش بيغني عرب. أنا بدينا معاه بوزع مزيكا عرب. بس مش كلهم كده. ما أنا بقول لك دي حالة. فأنت ما تعممش بقى الدنيا. طبعا أنا مش بعمم، بس اللي أنا بتكلم فيه نقطة. يعني هل انتوا شايفين ان المهرجان ده فن هيدوم وهيعيش طول ما حاجة زي مثلا انت النهارده ام كلثوم لسه بتتسمع وعبد الحليم بتتسمع. هل فعلا الحاجة دي انت متوقع لها انها هتعيش 50 و100 سنة و200 سنة؟ لو اتطورت وهتتطور لسبب. احنا من كام سنة بنقول المهرجان هيروح، من 3-4 سنين ما راحش ليه وبيزيد ليه؟ تمام. الناس حابه الموضوع بالظبط. لو قل اعرف انه هيقل، بس هو ما قلش، بالعكس. ما احنا اهو كل يوم الاغاني بتضرب وتتكسر لان في جديد في تطوير في المزيكا. في وبعدين ابتدى هقول لك على حاجه. ابتدى كمان يعني ايه مطربين كبار وليهم اسمهم في البلد بقوا بيعملوا دوتات معانا في ميديا وفي افلام. هم بيخشوا كطرب واحنا مثلا بنخش ايه بنغني اللي هو الراب الشعبي بتاعنا اللي هو العادي. مش في الحته وبيسجلوها في استديوهات. طبعا استديوهات اكبر من اكبر الاستديوهات في مصر طبعا. الاستاذ احمد جوده ومحمد جوده طبعا واشرف البرنس والكلام ده. فهم بيبتدوا ان هم دخلوا. فانت طول ما انت بتطور انت هتفضل في الطالع. مش هتطور، دماغك وقفت لحاجه معينه ان انت لا لازم انت تطور ولازم تلحن ولازم في حاجات في دماغك، انما ما تفضلش ماسك
لب المزيكا وترص عليه كلام وتنزل الشارع، لب المزيكا وترص عليه كلام وتنزل الشارع. انت كده ما ما هو بتعملش كده جديد. كده ما هو انت كل اللي انت بتنزله الموضوع كلها شبه بعضيها، تمام. المواضيع كلها شبه بعض، انت ما بتجددش، هيجي عليك وقت وهتموت. وفي المجال بتاعنا دوت اللي بيقع ما بيقومش. صح. طيب ايه رأيك ناخد مداخلة؟ ماشي. يلا قول الو. الو. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ازيك يا ماضي؟ لا انا شاكوش مش موضوع. ازيك يا شاكوش عامل ايه؟ حبيبي. اكرم الحناوي معاك. حبيبي اكرم ربنا يا يخليك. اكرم عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ماضي عامل ايه؟ اخبارك يا اكرم؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، وسلام لكل اسره البرنامج. حبيبي يا اصله معلم. شعبي، حبيبك حبيبي وبتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. بإذن حبيبي يا الله. اكرم، ايه اخبار الدنيا معاك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وسلامي برضك للاستاذ محمد الجندي. طبعا استاذ محمد الجندي، طبعا ده اهم حاجه. حبيبي وحبيب قلبي عشان يقبضكم. وسلام للاستاذ اليماني والاستاذ اكرم وكل فريق طبعا. العمل. حبيبي يا معلم حبيبي. وبتمنى ان شاء الله ان يبقى في تقدم اكتر وحاجات احسن، من يعني حاجات احسن بكتير، وكلنا نخاف على بعضينا وكلنا نحب بعضينا. وبتمنى ان المهرجان ينزل في الشارع، يبقى ليه كيانه. ان شاء الناس ما الله. تفتكرش، الناس ما تشوفش ان احنا بنعمل حاجه وحشه، احنا بنحكي عن الناس. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحكي عن الناس، وبنوصل رساله احنا حاسينها. بنوصل رساله احنا حاسينها، وبنحكي عن الناس، وبنحكي عن البلد. في كمان اغاني وفي مهرجانات بتحكي عن البلد وبتحكي عن كل حاجه. طبعا. حريه الراي مطلوبه يا اكرم ولا ايه؟ مطلوبه، مظبوط يا ماضي، مطلوبه. خلينا نقول مطلوبة. انها هتبقى صوت الشارع، او الحاجة اللي بيعبر، بتعكس رأي الشارع للناس. مظبوط. بس مظبوط. نتمنى يعني ان الموضوع يبقى ماشي صح ويبقى ماشي كويس، لان إن شاء الله. كلنا عارفين برضو ان في مهرجانات ما تنفعش تتسمع ولا ايه؟ اكيد. لا صح؟ اكيد ايوه. والغريب ان انت بتلاقيها برضو نازلة وعاملة شغل ما هي أيوة. بص حضرتك، احنا يعني الناس عامة خدت على الشغل اللي هو بيبقى ايه، ان انا اسمع الحاجة دي تعجبني، خلاص انا هي علمت معايا ومع الناس، اشغلها في اي حتة تبقى كده انا شغالة معايا ومظبوطة معايا. تمام. يعني مش مهم بقى ايه المهرجان بيقول ايه، اهم حاجة برضك المزيكا والتوزيع الحاجة اللي والكلام ده كله. بترقصه يعني من الاخر. الحاجة اللي بترقصه والحاجة اللي بتمشيه. تمام. في ناس بتبص للمهرجان ان هو على اساس ان هو مزيكا واي حاجه، لكن في ناس تانية بتبص على الكلام، تحب تشوف الكلام ده بيقول ايه، والموضوع ده اصلا بيقول ايه، والكلام ده كله. ده المفروض الطبيعي يعني. ده هو فن على فكره، فن مش هابط ولا الكلام ده كله. انت لا، انت الفن ده بيحكي عني وعن حسن وعن حسن شاكوش وعن ماضو وعن الجندي وعن كل الناس اللي موجوده وعن مثلا الناس اللي في البرنامج والناس اللي في الشارع. يعني انت شايف ان هو فن فعلا، مش مجرد حالة كده بنعيشها بتفرحنا بترقصنا؟ لا بص حضرتك، اقول لحضرتك على حاجه. زمان كانت ام كلثوم وعبد الحليم والناس دي كلها، طبعا يعني بدون ذكر، يعني الناس دي على دماغنا من فوق. تمام. الناس دي كانت ماشيه برتم. جه عمل طائفه حلوه كده زي مصطفى قمر، زي الناس دي، هشام عباس. انت قصدك ان المزيكا في تطور؟ حميد الشاعري، بدون قطع كلامك انا اسف، حميد الشاعري جه غير في الريتم بتاع المزيكا. تمام. غير في الريتم بتاع المزيكا ومشي على حاجه معينه ماشي عليها. تمام. في ناس بعد كده تمام، اللي هو بقى ايه، نظام المهرجانات والشغل بتاع المهرجانات والشغل ده، احنا برضه غيرنا، يعني بقت طائفه ثانيه غير الطائفه اللي احنا كنا واخدين عليها. من الخمسة ب5:30 ونقعد بستناك لحد اشكرك واوعدك وبتاع. على فكره احنا مسجلين وصل بره في اوروبا. ما هنتكلم عن ده برضه، هنتكلم عن ده جدا. تمام. شرفتنا باتصالك، واتمنى تفضل متابعنا كده، اصل الشعبي في مصر. ربنا يخليك، وسلام لكل البرنامج، وسلام للناس اللي عندك واخواتي وحبايبي. حبيبي يا محمد حبيبي. ربنا يخليك. طيب شاكوش، في سؤال بقى، بما ان انت راجل مغني، مش مجرد بس مغني مهرجانات وبتأدي كده وتذيع وتصرخ والحاجات دي، انت بتغني طرب، صح كده؟ طيب فعايز اعرف بقى وتعرف الناس معنا، ايه الفرق ما بين مغني مهرجانات فقط
وما بين مطرب شعبي، مم. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق وهل مم. عادي جدا ان انت كمطرب شعبي تقبل حاجة هتطلع بس تقول فيها كلمتين او تغنيها كده عشان سبوبة، عشان اي مصلحة كاش يعني؟ لا. ولا دايما باصص انت كحسن شاكوش ان انت عايز تعمل العمل ده يفضل يتسمع بعد 10 انا 20 اعمل سنة؟ حاجه، لا انا ما ببصش للسبوبه ولا المصلحه، انا ببص للي يعلق مع الناس. الحاجة اللي تعلم. اه ما طول ما انت طيب. عملت فكره الاغنيه وسمعت في الشارع موضوع كلام نضيف ويتسمع، هتلاقي معلق وشغال في الشارع. تمام. هتلاقي ياخد فتره، يعني لو موضوع طرب وموضوع مترتب وبيحكي عن حالة مثلا معينة في الشارع، او بيحكي عن الناس، او بيحكي عن الدنيا وأثر مع الناس، هيكمل. انما موضوع يعني اي حاجة والكلام ده مش هياخد، هيبقى نسبته قليلة اوي كده، هيقعد شهرين 3 وبعد كده خلاص. ويموت خلاص بلح. خلاص مش هتسمعه تاني. تمام. طيب قول بقى للناس. الطرب الغنى الطرب ايوه. غير المهرجانات. تمام. المهرجانات ده عبارة عن أداء بس بصوت بطريقة معينة، أداء. بلحن معين. أداء. هي فيها والاوتوتيون كمان بيساعد بيظبط طبقات الصوت. انما الطرب مالكش دعوة بقى، ده ما انت يعني انت لما بتطلع تغني طرب بيبقى وراك مثلا بتاع مزيكا، وراك فرقة، وراك تيم كامل طالع نازل وراك تيم جواب مقاماته. في المهرجان بقى المقامات مفيش الكلام ما ده. بتنفعش. ليه؟ لان مثلا انا لما اجي اغني مثلا موال، يعني مثلا انا اجي اقول مثلا ايه، يا ليلي يا سامع دي فلما بتيجي انت بتحط عليها الاوتوتيون، بتلاقيك خرجت بره المزيكا خالص وبره الدنيا. والاوتوتيون اصلا يعني اصلا بيتحط للناس اللي هو صوتهم مش على قدهم. على قدهم، مش على قدهم، يعني على اساس ان هو ايه، هو الصوت الاداء بيلمع بس الصوت، انما هو مش على قدهم. لا، هو كل واحد بيغنوا بطبقته، وكل واحد ليه اسلوبه في الغنى والكلام ده. انما الاوتوتيون ده بيلمع بس. انا بقى بيتحط لي اوتوتيون في شغلي، بس لما بكون ايوه بنسبه يعني بسيطه جدا. طب خلاصة الكلام ان انت مثلا نقول ان مغني المهرجانات ما ينفعش يغني طرب؟ مش كله، ممكن ينوع بس هو مش هيعرف، لان زي ما قلت لك المهرجان غير الطرب. المهرجان انا بطلع على الاستيدج قدام الجمهور، مهرجان فرح وشماريخ والدنيا خربانه ودب دب دب، فاهمني؟ الناس مش فاهمه، في ناس كتير قوي ما بتبقاش فاهمه انت بتقول ايه، بس مهيبرين بيرقصوا على المزيكا، عايشين معاك مع الضم والتك. انما الطرب بتلاقي ناس كبيره قاعده وبتتصل، بيجي يقول لك انا عايز اسمع مثلا منك عبد الحليم، ام كلثوم، فانت مش معقول هتغني له مثلا ام كلثوم مهرجان، هيقول لك ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، هيضحك عليك، يا اما هيبص لك بصه مش كويس. تمام. مع ان الليمبي عملها في فيلم اللي هو بتاع الناظر ده زمان، او لما اتعملت برضه دي في بدايات الشعبي. ما هو طورها، هو غناها يعني في البداية بالشعبي. يعني ام كلثوم كانت بتغنيها بس طبعا كان قلش، يعني كان تهريج، يعني ما هو انه افيه، بس هو دخل في المجال والاغنيه سمعت صح، لان هو عملها حلو برضه مش وحش. يعني هو طور منها وعملها حلو مش وحش، فاهمني؟ عشان كده علقت مع الناس، بقت بتشتغل في الديجيهات وبتشتغل في الافراح ومكسره الشارع. فعلا كانت اشتغلت وكسرت الدنيا في الشارع. فالحاجه الحلوه بتفضل ما بتموتش. طيب مين المطربين الشعبي بقى انت وماضو كده؟ طيب ناخد تليفون سريعا الو، السلام عليكم. الو مساء الفل، مين معانا؟ انا حسام. حسام ايه؟ حسام دوم. حسام دنجل؟ دوما. حسام دوما.
طيب معاك ماضي حسام، عامل ومعاك إيه؟ حسن شاكوش. انا احلى تحيات طبعا لماضي وحسن شاكوش، نجوم المجال كله طبعا. حبيبي ربنا عامل انا ايه؟ بقى انا كنت عايز اكلم ماضي يعني. ايه يا حسام؟ يا ماضي حبيب قلبي، وحشني والله. عامل ايه؟ اخبار المنصورة؟ الحمد لله تمام. تحياتي للمنصورة كلها بالاجماع. حسام المنصورة على فكرة. المنصورة كلها بتحييك قسما بالله يا ماضي. واحنا بنحيي المنصورة تمة. احسن ناس طبعا. وبنحيي حسن شاكوش برضه، نجم المهرجانات ربنا ونجم يخليك. الطرب ونجم كل حاجة. حبيبي احلى منصورة في الدنيا طبعا. حبيبي يا حسن. حسام من الناس اللي بيدخلوا المجال كده الفترة الأخيرة ديت، وبيحاول يغني كده ثابتين وجود. إن شاء الله في المنصورة. ان شاء الله بإذن الله. انت الشغل معاك يا ماضي قسما بالله بنجاح. حبيبي يا حسام، ده شرف يعني ليا. انت احنا اشتغلنا ومع ناس كتير، بس انت الشغل معاك انت نجاح. حبيبي ربنا انت اللي يخليك. عملت لنا وانت اللي عملت لنا اسم ده شرف انت ليا. اللي وصلتنا ربنا هو اللي بيعمل كل ده يا حسام. احنا بنبقى اسباب، بنحاول ان احنا بنتقن شغلنا على اجمل وجه بس. انت يعني انت اول سبب قسما بالله يا ماضي. حبيبي يا حسام. وانت عارف ان انا بحبك وبهنيك طبعا طيب. على الراجل اللي انت فيه ده، حبيبي. وبهنا حسن شاكوش. حبيبي يا حسن ربنا يخليك. طيب بإذن الله دايما انتوا دايما في نجاح، انتوا الاتنين عامة يعني. ربنا يخليك يا حسن. تمام يا حسام، بنتمنى لك التوفيق وشكرا ان انت دخلت معانا المداخلة الجميلة دي. خليك مكمل معانا واسمعنا عشان لسه الناس دي عندهم كتير بيتقال، ولسه في حاجات حصر كتير هنعرفها بإذن الله. بإذن الله يا معلم. بإذن يا الله. شوش. مع السلامة. ايه بقى، طب احنا معانا كم كومنت كده. في كومنت بيقول من عبد الله جابر: يا هضبة غني لنا بانوا على اصلكوا لايف. وفي محمد حامد بيقول: احلى مسا عليك يا شاكوش يا جامد، ونفسي اسمع منك موال ناقص عمر. وفي كابو المصري بيقول: يا شاكوش الدنيا والعة يا ماضو زود سرعة. والناس عايزة تسمع صياد الطيور. صياد الطيور. وقبل اي حاجة يعني في بقى حبيبنا يعني اليماني في المية، هو عايز يسمع منك اتحدى العالم لصابر الرباعي. وظبط بقى. ماشي سمعنا. ماشي. ماشي. اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، ان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، ان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. انا عشقي ليك عشق القمر، النجمة والليل والسهر، والشوق ليك فوق الخيال واحتمال كل البشر. انا عشقي ليك عشق القمر، النجمة والليل والسهر، والشوق ليك فوق الخيال واحتمال كل البشر. من يوم لقاك حلوة الحياة، بتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. انا عشقي ليك عشق القمر، النجمة والليل والسهر، والشوق ليك فوق الخيال واحتمال كل البشر. انا عشقي ليك عشق القمر، النجمة والليل
بشار من يوم لقاك حلوة الحياة، بتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. اصله شعبي لسه هنكمل معاكم، بس في تليفون يعني. استنى. ايوه اهو صوتك اهو. الو. لا ابعد عن الراديو، ابعد عن الراديو. سمعنا هو بيسمع نفسه. طب ابعد عن الراديو. الو. ممكن تبعد عن الراديو بس شوية عشان الصوت. طب يبقى توطي. تمام كده. قول لي مين معانا كده زي الفل. مين معانا؟ انا احمد رشاد. ايه يا ابو حميد؟ انت كنت معانا في مداخلة صح؟ لا انا اول مره اتكلم دلوقتي. تمام. رشاد تمام. اخويا حبيبي طبعا ومحمود الكوتش. معاك شاكوش اهو. ابو رشاد. الو. يا ابو رشاد. ايه يا ابو علي، ربنا معاك انت وماضي يا رب. حبيبي يا احمد ربنا يخليك يابا. ربنا يخليكم يا رب. قول لي عايز تقول لهم ايه على الهوا؟ بقول ان ربنا يوفقهم كمان وكمان عشان هم دول يعني ماشيين كويسين. خد كلم الكوتش هيسلم عليهم برضه. ماشي. محمود الكوتش. حبيبي يا نجم مصر يا حسن شاكوش اخويا. حبيبي يا كوتش عامل ايه؟ الو. الو. تمام يا باشا. الو. ايه يا حسن؟ انت خبطك وانت ماشي ولا ايه يا كوتش؟ في ايه؟ حبيبي مالك من يا صباعك؟ ايه يا ايه يا حبيبي يا كوتش؟ ربنا يابا يوفق نجم مصر حسن شاكوش. هو يعني مش محتاج كلام، مش محتاج ان هو يعني نسمعه طيب بقى ولا ما نسمعوش. حبيبي هو يا طيب حبيبي. لوحده ولا اي حاجه. حبيبي يا كوتش ربنا يكرمك ربنا كده يا يوفقك يا رب. ابويا وتبقى احسن. انت صاحبه من زمان يا كوتش؟ ايه صاحبه من زمان؟ ايه اسمع انا من زمان. انت صاحبه من زمان؟ انا صاحبه بص يعني حسن معايا واحنا اعرفه من واحنا صغيرين. طب قول لي اول ما كان بيغني طيب اصلا قبل المهرجان. قول لي طيب في البدايات كده هل انت كنت مع حسن وكنت شايف له ايه؟ بس بصراحة يعني لما كان بيغني في الاول كنت شايف له حسن ايه؟ يعني انا كنت شايف له ان هو يعني ايه ربنا يكرمه في حاجه كبيره بعيد عن يعني المهرجان برضه حاجه كويسه وكده. بس هو انا كنت شايفه بعيد عن المهرجان والكلام ده كنجم طالع بيتسمع في الشارع وفي حاجات كتير يعني ادي اداء عالي عن كده عن المهرجان والكلام ده. ايوه. فحسن فنان من جواه يعني فاهم. يعني انا كنت شايف له مستقبل جامد وان شاء الله ربنا يوصله لاحسن من كده واحسن واحسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن حبيبي الله يا كوتش. خير. خليك مكمل معانا كوتش واسمعنا ولسه في كتير. لسه عندنا كتير. حسن يعني ربنا يوفقه وماضو يعني ده من احسن موزعين المهرجان في مصر كلها. اكيد حبيبي طبعا. يا كوتش. ماضو ده رقم واحد في موزعين المهرجان كلهم على مستوى مصر. حبيبي يا كوتش. حبيبي يا ماضو ربنا يوفقك كنجم العالم. حبيبي اغنيتك مكسرة الدنيا يا كوتش. اغنيتك مكسرة الدنيا. احنا بتوع القديم. ايوه احنا بتاع القديم خلصان. حبيبي يا ماضو حبيبي يا ماضو حبيبي يا شيخ. حبيبي يا معاك كوتش. احمد. حبيبي. يلا خليك بقى كمل. بيسلموا عليك يا حسن وبيسلموا على ماضي. ربنا يخليك يا عم. ومندي. سلم لي على الدنيا كلها. بيسلموا عليك سلم لي على الدنيا ويوسف. كلها. سلم لي على الدنيا كلها اللي هناك. ربنا يبارك لك يا حسن. بنمسي على كل الرجاله من اي حته يا جدعان. ربنا يبارك لك يا باشا. حبيبي يا معلم خليك مكمل بقى معانا. سلام. طيب 01960 393 ده رقم من تليفون المداخلات بتاعنا او بعتوا على صفحة راديو البوابة نيوز بالعربي. كومنتاتكم هتتقري برضه زي الناس اللي بعتت. طيب احكي لنا بقى موضوع تلعبنا لعبة دي ازاي؟ اغنيتك البداية. هو شاكوش هو اللي بصراحة قال لي الفكرة ديت، كان قايل لي عليها. قولها. هو أغنية فكرة لعبنا لعبة ديت كانت أغنية قديمة أصلا بتاعت مطرب اسمه علي الصالحين. ف
فانا كنت الموضوع ده كان في دماغي اصلا بقاله هي بتاع الاغنيه قديمه اصلا، الاغنيه دي زي بتاعت مطرب اشطبت كده. ايوه بتاعت مطرب اسمه علي الصالحين. كويس ان انت فتحت النقطه دي. يعني احنا عشان انا في تعليق كده، وكان في حاجه انا في فقره كده كانت معموله في البرنامج لما كنت بطلع لوحدي اسمها نحتايا شعبي، تمام. كنت بتكلم فيها عن الاغاني القديمه اللي بتتاخد وبتتعمل مهرجانات من اول وجديد. ايوه. هل انت بتبقى مستأذن صاحب الاغنيه دي؟ ما هو صاحب الاغنيه دي بيبقى متوفي، الله يرحمه. الله يرحمه. اقصد ان انت يعني لو في حد نقدر ينوب نوصل له عنه. اللي هو مثلا نقدر ان احنا مثلا نوصل له او الكلام دوت، مم. فاكيد. بس احنا بنعمل حاجه، يعني احنا انا ممكن اسجل اغنيه واروح كاتب مثلا شكر خاص للفنان كذا كذا كذا. للاساس بتنسب برضه آه. الحق لاصحابه، لا هو طبعا. هي دي النقطه، لا ما ده اهم حاجه. اكيد. طيب هناخد تليفون. انتوا الناس بسم الله ما شاء الله يعني تحبوا الكود. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الفل. استاذ احمد. الو. الو استاذ احمد. ايوه استاذ احمد معاك. احمد بس من غير استاذ يا عم. ماشي. ايه الاخبار؟ ممكن اكلم النجوم اللي ماشي بس تدفع كام؟ هتكلمهم بس تدفع كام؟ اللي انت عايزه يا باشا. يا باشا احلى مسا عليك اهو الناس اهي. طب اقرب شويه شاكوش ومسي عليك. حبيبي يا نجم مصر، عامل ايه؟ كانك عامل ايه يا شكوك؟ حبيبي يا أس، ربنا يخليك. ربنا يوفقك يا باشا باذن الله، ودايما كده في وسط الدنيا انت ونجم مصر. حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك. حبيبي عامل ايه يا انا اسامه؟ يا باشا انت مدغدغ الدنيا على طول. حبيبي انت عامل ايه يا اسامه؟ كويس؟ الحمد لله يا باشا. حبيبي يا لا أس. احسن لقاء انت عملته. لما تتصل بقى يا اسامه والنبي وما ردش يعرف ان انا نايم، والله غصب عني. انت حبيبي يا شكوش، انت ماشي اخويا. معلش يعني. ان انا بقى لا يا باشا انت اخويا. يعني اعذرني معلش، انت عارف ان انا شغلنا بيبقى كله بالليل وبنسهر للصبح، بنام الصبح وكده. ربنا معاك. انت راجل، انت راجل ملتزم، احنا ناس فاشله بتنام بدري وبتقوم بدري، انما احنا جماعه. ربنا معاك يا شكوش، ده شغل يا باشا. حبيبي يا ربنا اسامه. يوفقك باذن الله. اصل النجاح ده مش من فراغ يا باشا. طب مش هتقول حاجه الماضي ولا ايه؟ ايه يا نجم مصر عامل ايه؟ ايه يا عامل ايه اسامه؟ يا مصر؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ دغدغ الدنيا. شكلك لسه ما اكلتش انت وصوتك واطي كده. ليه يا باشا؟ انت الاول انت فين يا اسامه؟ في عابدين ولا في بولاق عندنا ولا فين؟ ساعدتني يا باشا. في عابدين. احسن ناس. احسن ناس. ربنا يبارك لك يا باشا، والدنيا كلها بتمسك عليك من هنا يا باشا. حبيبي. طيب خليك بقى مكمل معانا واسمعنا. في حاجه عايز تقولها لهم على الهوا؟ سؤال، موقف، اي منكش كده؟ لا شكوش اخويا مش هحيله على الهوا. طيب ماشي. لا مش احراج على فكره، في نكش بيبقى حلو. مش لازم تحمي. لا انكش ماشي يا معلم، خليك تكمل معانا. انكش على الفرصة بمنكاش وافكس للي بيجي ببلاش. صح كده؟ لازم تتعب في الحاجة عشان تلاقي. رجلك والمعزة مثلا. طيب معانا كومنت من معتز عبده بيقول: شاكوش انا معتز عبده اللي بصمم لك الصور الكرتون، عاوز اسمع منك موال. اسمك ايه؟ اسمي انسان. حبيبي. في كابو المصري: يا شاكوش الدنيا ولع يا ماضو. ده بيعيد الكومنت بتاعه. بيعيده تاني. طيب ماشي، زودنا السرعة. خلاص كده. طيب نتكلم بقى مع ماضو شوية. اول تجربة سينما جات لك، اول شغل ميديا، لما جالك الشغل ده انت كنت كان احساسك ايه؟ كنت متوقع ده اول ما جالك كده انت؟ هو اول حاجة الواحد دايما ما بيبصش ورا، بيبص لقدام. مظبوط. اكيد لما جات لي اكيد مفيش حاجة بتيجي للواحد بتبقى متوقعة، مفيش حاجة متوقعة. تمام. خلينا نقول لا، يعني اللي انا اقصده ايه، هل ماضو كان شايف نفسه ان هو مثلا بعد سنتين 3 في التوزيع او بعد 4 سنين في التوزيع هيوصل ميديا وهيشتغل ان شاء الله مع فلان ونجوم و كنت يعني كان عندي امل في ربنا لسبب، لان انا بتعب بجد، وكنت يعني بدي الشغلانه باتقان وبضمير، فكنت حاسس انها هتديني والحمد لله. بس دايما انا لحد النهارده في حاجه بيني وبين نفسي كده. على فكره انا من النوع اللي بتكلم مع نفسي. ممكن اتكلم مع نفسي اقول انا لسه ما عملتش حاجه. ايه ده؟ ما افتكرش لنفسي غير الحاجه اللي يعني مش ما افتكرش الحاجات الحلوه عشان ما
ما تتقلش لا هو انا لسه في احسن. بالظبط. لا انا لسه انا هعمل كذا حاجه نزلت ببص لقدام هعمل ايه لقدام. اللي بينزل قصدك ان خلاص انت بقى. بتنساه بنساه خالص حتى لو وبتبدأ كسرت صفحة الدنيا جديدة. بالظبط. مظبوط. ما مثلا ما اجيش اقول ده انا عملت اغنيه كذا مكسره افضل نايم عليها بقى. لا. طب شاكوش ماشي بنفس المبدأ ده؟ لا اكيد طبعا. انا لسه كنت هقول له يعني كل ما تعمل حاجه وبتلاقيها بتشتغل وربنا بيكرمك وبتتعرف اكتر. انا من النوع اللي بفضل بيني وبين نفسي بقول يعني يا رب علينا وطأ انفسنا ان طبعا، احنا اللهم آمين. ان احنا عمرنا طبعا، لان اللي عملونا جمهورنا الناس اللي من الشارع مثلا بالظبط. الغلابه اللي احنا منهم. بالظبط كده. يعني اللي عملونا وخلوا لنا اسم والكلام ده الناس الغلابه اللي هم في الشارع اللي احنا منهم. فالحمد لله كل ما الواحد بيعمل حاجه كويسه و... 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 ومستمر في النجاح، فبفضل اقول يا رب علينا وطأ انفسنا، يا رب علينا وطأ يا رب انفسنا. اللهم لان آمين. فحته ان انت مثلا بتعمل حاجه خلاص بقى، يعني خلاص عملت حاجه كويسه فخلاص ارمي ورا ظهرك بقى. وعايز اقول وركز في افيد اللي حاجه بعديه. برضو شاكوش قالها في البدايه، قال اللي بيقع في مجالنا ما بيطلعش. بيقومش. فاحنا انا مثلا لما بعمل حاجه تكسر على فكره ده بيبقى ضغط عليا اكتر طبعا. ان انا ازود شغل عشان ابقى اقوى. اللي اصعب من النجاح الناس الحفاظ بتبقى عليه. مستنيه منك انت بالظبط. انت الناس بتبقى مستنيه منك. طب انت يا شاكوش خلاص انت عملت اشكري، ايه اللي بعد اشكري؟ ايه الجديد؟ واحد صعيدي، ايه اللي بعد واحد صعيدي؟ كده النسا، ايه اللي بعد كده النسا؟ الاستيدج نولعه، ايه اللي بعد اسمك ايه؟ ده مثل مين؟ انا من زمان فاهمني ايوه كده. طيب عايز اقول لك حاجه. انما اللي بيعمل موضوع في ناس هتعمل موضوع وبعد كده خلاص مفيش. بتركن عليه شويه. ومحدش بيعرفهم. يعني انا خلاص. ممكن دلوقتي تلاقي في اغاني مكسره الشارع ومحدش عارف مين اللي بيغنيهم، مع العلم في حاجات بتبقى مكسره افيهات ما ينفعش شاكوش يغنيها، ما ينفعش موضوع يعملها، بتبقى حاجات من الاخر هي عايزه ناس مبتدئين. ايوه عايزه الكلام ده، الحاجات اللي هي تبقى حاله كده وفي اليومين وخلاص وركنت، مثلا ما بتبقاش حاجه دايمه. وبعدين المشكله في حاجه دلوقتي ان احنا مجالنا بقى يعني بقى كتير سهل اي حد مش بيعمل الكلام لا ده. صعب لا صعب. البروفيشنال انا بتكلم ان أيوة. انت تعمل هو- حاجه يعني زي اللي ماضو كان بيتكلم عليها اللي هو لوب. دلوقتي احنا انا بدعي نفسي ربنا يكرمني الدنيا كلها، ربنا يكرمها. يا رب بس اللهم آمين. يعني الصيت مش بالعافيه. صح يعني هي ارزاق ونصيب. انت ممكن يعني انت ممكن الواحد يفضل طول العمر يفضل يحفر في الارض عشان يوصل لحاجه ومش هتوصل لها. وكمان في حاجه صح. شهره غير شهره تفرق، في فرق ما شهره الله بص ده حد محترم وبعدين حد في- شهر ده اتشهر بشتيمه وبقله ادب تفرق. وبعدين طبعا في فرق لازم. بين الشهره ان الناس بتشوفك بتحترمك، بالظبط. وفي شهره الناس بتشوفك عامل ضجه وخلاص ومكروه. بتبص أيوة. لك بصه استقلال. ايوه طيب بمناسبة الشهرة هناخد التليفون ده. الو. الو مساء الخير. مساء الفل. حضرتك معك مصطفى الحضري. مصطفى الحضري اهلا بيك. من تحياتي لنجم مصر النجم الاستاذ حسن الشكوش، ونجم مصر طبعا اخويا الكبير احمد ناضر. حبيبي يا حضري. حبيبي ربنا يخليك يا حضرتك. حبيبي يا مولو. بص حضرتك انا على الأهلي حضرتك بقى. أقول لك حاجة، يمكن يعني بص انا كنت بعيد فتره عن المجال، بس يعني بجد بعيدا عن اي حاجه وبعيدا عن اي شهره، اخويا بجد اللي رجعني للمجال ده احمد ناضر. تحياتي ليه بجد حبيبي يا بجد حضري، يعني. انت حد محترم وحد موهبه كويسه، وانا بنحاول ان احنا نعمل شغل للناس تسمعه. طب ما تكلم الناس كده وعرف الناس ايه اللي بينكم او اللي هو بيغني. حضري من على فكره من اهل الصعيد وحد محترم جدا. يعني انا ما اعرفش ايه اللي حصل، بس هو الراجل كان كلامه ان هو اتنصب عليه من الناس في اغاني فاحبط نفسيا يعني. خلاص فخلاص من دماغه فطبعا الفكرة كان عنده موهبه، فجي معايا. انا دايما بحب اساعد الناس. انا زي ما قلت ليك انا مش بحب العب على اسمي، انا براعي ربنا قوي في شغلي، بعمل الشغل كل واحد مبتدئ زي نجم بالنسبه لواحد. اهم حاجه تطلع شغل اهم حاجه نضيف. تطلع، لان في وشي في ناس صح. تلعب على اسمها بتعتبرها تجاري صح وخلاص هتكسب من ورا، فده غلط طبعا. فطبعا الحضري لما جه قعد معايا وكده انا قدرت ان انا اعمل له حاجه قويه ولسه هتنزل قريب ان شاء الله. فعلا تعرف الناس القديمه او الناس اللي هم اتعاملوا معاه بطريقه ساذجه، لا الحضري متواجد بيعمل حاجه وحد وهيعمل حاجه. طيب بقول لك ايه يا حضري، ايه سمعنا حاجه بقى على الهوا كده. لا
خليها مفاجأة، خليها مفاجأة. لسه بنجهز حاجه يعني جديده ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمه لون جديد بعيد عن يعني لون المهرجانات او حاجه جديده، زي مثلا هتكون حاجه شعبي في حاجه دبل ستيب غربي بطريقه هتعملوا ميكس مختلف مثلا. تمام. طب برضه انا عايز اسمع منك حاجه على الهوا كده في التليفون. يعني تسمع حاجه زي ايه مثلا؟ اسمعك ما هو مثلا الحضري بيغني اداء اما مش مطرب يعني. هو الاغنيه اللي عاملها اداء بس بطريقه جديده يعني، بيرص بشكل شيك بس بيرص. اما مش طرب يعني، مش ما بيغنيش طرب. ايوه بس طب تمام يا حضري، وبالتوفيق ان شاء الله يعني. ربنا يخليكم. طبعا تحياتي لكل نجوم مصر، وبس في حاجه صغيره معانا نجم مصر كالوشا عايز يطبع على موضوع نجوم مصر. طيب كالوشا يا حبيب قلبي عاملها كالوشا عيش. تمام. شكرا خالص لنجم مصر حسن شاكوش، واخويا الكبير ماضي فظيع، واخويا الكبير الجندي والياباني في المية، والناس المحترمه كلها. حبيبي ربنا الناس اللي يخليك. جنب اي حد. انت في الهرم ولا ايه يا كالوشا؟ انت في الهرم حبيبي؟ انت في الهرم ولا فين؟ في الهرم. نجم مصر. كالوشا بيكتب كلمات على فكره، هو تمام. بيكتب كلمات حلوه قوي. عملتوا مع بعض شغل اللي هو في كذا حاجه بس لسه هينزلوا يعني، لسه ما نزلوش يعني. هينزلوا قريب ان شاء الله. ان شاء الله وينجحوا باذن الله. الناس دي بامانه ناجحين عشان سالكين لبعض، وناس بيشتغلوا بضمير بامانه، كلهم بيحبوا بعض يعني. ربنا رب يوفقهم ونتمنى لهم دايما الخير ان شاء الله. وانت كمان كده برضه شغلك يكسر الدنيا، وتبقى معانا بقى نتكلم عن اعمالك. انا كنت عامل حاجات الاول، انا اصلا بقى عامل مكاتب مع ناس كتير في المجال وكده، بس الشغل اللي جاي باذن الله مع مصر. بالتوفيق يا كبير، وكمل بقى اسمعنا كده، وهتسمع حصريات لسه وشغل جديد. تمام باذن الله. ربنا معاكم على جميعا يا رب اللهم امين. حبيبي يا نجم. حبيبي يا معلم، مع السلامه. طيب موضوع مين الناس اللي شوهت الأغنية الشعبية أو خلت الناس تكره؟ مش حد بعينه، الناس اللي مش محترمة، بس مش حد معين. مش حد معين. ومش هنقول أسماء يعني، والله العظيم وأنا مش عارف أسماء، أقسم بالله ما عارف يعني. أنا مش مثلا عارف أسماء وما بقولش، لا أنا ما أعرفش، بس أنا ممكن أسمع أغنية فيها شتيمة بس أنا ما أعرفش مين بيغني. طب يعني ما حدش يعرف العلبة الذهبية؟ لا بس العلبة الذهبية كانت معمولة الإعلان. العلبة الذهبية دي كانت معمولة لإعلان. إعلان؟ يعني أنت دلوقتي جالك شغل إعلان، بغض النظر الإعلان إيه بالظبط. ما أنا عايز أفهمك. وبعدين إخواتنا شحتة وكورتيجا هم عاملينها أصلا، وهم أصلا كانوا بيسجلوها مش راضيين عنها. والله؟ لأن الأغنية كان فيها إسفاف يعني، وكلام ما كانش. لا بس الأغنية برضو كانت لغرض. أنا مش بدافع عن حاجة، بس انا في فرق لما اعمل اغنيه انزلها الشارع، وفي فرق لما اعمل اغنيه الاعلان، مع العلم ان هم عاملين اغاني مكسره. يعني عايز اوصل لك نقطه، دي مش اللي شهرتهم مثلا. ده الناس دي نجوم، وبعد ما كانوا نجوم عملوا دي لمجرد اعلان. هم ناس الشركه طلبت منهم. انا ممكن اقول لك هم غلطوا لو بدايتهم كانت كده واللي شهرتهم، اما لا هم. بس انت ممكن تسالني سؤال، طب تقول لي لو جال شاكوش اعلان زي ده يعمله ولا لا مثلا؟ مش عارف. هو ده اللي انا كنت هقوله لسه يعني. هل لو ده هيجيلك فيه وحاجة زي كده هتعملها؟ عندك استعداد تعملها وتقول الكلام ده؟ بص هقول لك على حاجة، هي مش المسألة ان كل حاجة بتمنها. لا مش كل حاجة بقى، مش كل حاجة بتمنها. ما انت ممكن تقبض وتاخد الفلوس اللي انت عايزها، بس الحاجة دي تقل منك. ما هي دي النقطة. أنا دلوقتي سؤالي مباشر وعايزك أقول لك على حاجة. لا أنا ما أضحكش عليك. مش رد دبلوماسي. أنا ما أعملش حاجة زي كده، لأن أنا مش سكتك. مش لا سكتي. أقول لك على حاجة، أي حاجة في المجال بتاعنا ده سكتي. بس أنا كأوكا وأورتيجا دلوقتي وشحتة وأي حد من المجال هيجي له حاجة زي كده، مش هيفكروا ان هم يعملوها. خلاص بقى. ليه؟ لان احنا ابتدينا دلوقتي، احنا كايد واحده، فبنفكر ان احنا الاغنيه دلوقتي بتخش العالم كله بيسمعها، جميع الفئات في مصر. فانا ما ينفعش، انا عندي مثلا اخوات بنات
بالظبط. فما هي دي ينفعش النقطة. ما ينفعش دلوقتي. تخيل لما مثلا ابن اختك آه. او طفل عنده 4-5 سنين أنا يخش يقول راجل لك بعمل العلبة مزيكا. الذهبية من 1 ما ل100، انا فاهم؟ بتكلم، ما هو انا ده اللي انا بتكلم فيه. يعني هو كده كده اصلا، بص، هو النت والفيسبوك وجوجل والحاجات ديت خلاص هي خربت الدنيا. هي مش خربت، ما هو انت برضه انت متواجد هنا النهارده، وانت برضه عليك كده خلي بالك جزء كبير جدا منه السوشيال ميديا. ماشي، فدي بس حاجة انا مهمة. بتكلم بالنسبه ان انا هو، يعني انا راجل 27 28 سنه. تمام. في اطفال صغيره بيقعدوا على الفيس وعلى النت وعلى الكلام دوت. انا في حاجات انا ما اعرفهاش اصلا هم بيعملوها. ما هي بتبقى يعني هم في حاجات ممارسة. هم دماغهم، يعني الله اكبر، دماغهم الجيل اللي هيطلع ده يعني مستواهم في حته الدراسه والتعليم. يعني ايه، بيفكروا ان هم في حاجه في نت، بيفكروا في مستقبل، بيفكروا ان هم يعملوا حاجه. لان الجيل اللي هو الجيل بتاعنا ده، يعني الجيل كله باصص للمخدرات، باصص ان هو واحد يمشي عايز بتلاقي شله يتشهر، شباب، عايز يتشهر. بتلاقي شله شباب كده خارجين خروجه مع بعض، وواحد ومراته مثلا ماشيين في الشارع، ما وراهمش حاجه، قله الفضا وقله الشغل. ولو مؤاخذه المخدرات خلت الشباب بقت ايه، خلاص. بس ارجع اقول برضه ده بتبقى من البيئه، يعني اللي بيئته بالظبط كويسه بالظبط يجيب كده، هي ناس بتبقى كويسه. تربية يعني عامة في كل الأحوال. فاحنا كل اللي هنقدر نقوله يعني ربنا يهدي الحال وربنا يكرمهم يا رب. طب احنا معانا مفاجأة كده عاملينها الماضي، حاجة يعني قول الو. 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 ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ ماضو. ايه اخبارك؟ طب ما هتعرف الناس، طب وهي تعرف نفسها كده دي خطيبتي اللي كان لسه بنهدلها. انا ما اعرفش ان هي بتسمع البرنامج على فكره، وما اعرفش ان هي يعني هي مفاجاه، احلى مفاجاه يعني النهارده حصلت لي. ويمكن هي وش السعد عليها في كل حاجه. ايوه بقى، يعني شجرة واتنين ليمون هنا. مش من النوع اللي مثلا واحد وخطيبته حد ومراته او يعني. ايوه فاهم. لا، حب، انا بحبها جدا على فكره. يا رب ربنا يكرمكم سوا ان شاء الله. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ طب الحمد لله. لازم اكيد طبعا لازم اسمعك، منور الدنيا كلها، وربنا يوفقك يا رب، اشوفك احسن موظف في الدنيا طيب كلها. بما ان انت خطيبته وكده، عايزه تقولي له ايه على الهوا النهارده؟ عايزه اقول له اني بحبه قوي قوي قوي، وربنا يخليه ليا يا رب، ما يحرمنيش منه ابدا، ودايما اشوفك احسن واحد في الدنيا كلها، وبس. ايه الجراءه دي؟ دي بتتكسف جدا على فكره، دي بتتكسف جدا. حاسب بقى خلاص كده كده الشجاعه خلاص. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا ابدا، ودايما يبقى حياتنا كلها سعيده، وتفضلي دايما كده وش الخير عليا. عايزين نقول ان فرحه ماضو شهر 4. 1/4. لا مش 1/4، في نص 4 ان شاء الله. طيب في نص 4 ان شاء الله باذن الله. ماشي. طب خليكي بقى كملي بقى، اسمعي معانا. هكلمك انا بعد البرنامج بقى. اكيد طبعا، انا استناك يا حبيبي. ماشي. اوكي. اخر سؤال انا عايز اساله، ايه اللي انتوا نفسكم تحققوه الفتره اللي جايه دي؟ وهل هتمشوا في سكه المهرجانات بس، ولا ممكن هتعملوا حاجات مختلفه؟ هل لو المهرجانات راحت عليها وحصل تطور بعيد عن المهرجان، هل هتكمل فيه؟ وهل هيبقى عندك الجرأة ان انت تدوسه، ولا هتقول اللي خرج من داره يتقل مقداره وهتفضل؟ بص اقول لك على حاجه، هو المهرجان مش هيموت، لان في اجيال بعدين يجي معانا. طيب احنا معانا تليفون هناخده معلش، وهترجع تجاوبني على السؤال. الو. ايوه باشا. معلش انا اتصلت قبل كده واتصلت تاني، معلش. طب انت حاجز مدة ولا مدتين يا وحش؟ الو، حاجز مدة ولا مدتين انت؟ يا باشا تحت رجلي شافوش اي حاجه ومرضوا الفظيع. يا معلم ابيض عليك حبيبي. معلش كنت باكد عليه تاني بس معلش. يا صيادة طيور، صيادة صغيرة. خلاص حبيبي قلبي، حاضر هنسمع عينيا. صيادة طيور. بعد اذنك يا حاضر. ماشي يا معلم.
حبيبي تسلم طبعا. طيب زيا. الصياد الطيور يا خالي سبحان عالزلال الموت انا عصفور ضعيف الحال ولا كفي لا يالك يهون انا العصفور وعلي في الخضرة والمية انا المولود على كفوف الجنينية انا العصفور ولي في الخضرة والمية انا المولود على كفوف الجنينية بقول تغريد نغمها جديد قريب وبعيد ياخدني الشوق على جناحه ويبقى وحيد بقول تغريد نغمها جديد قريب وبعيد ياخدني الشوق على جناحه ويبقى وحيد يا صياد يا صياد الطيور يا خالي. شكرا. طبعا يعني احسنت. طبعا سلطان الطبق. طيب كمل كلامك. المكالمة دي سبيشال شاكوش يقول الو. الو 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 شاكوش، مين؟ نجم مصر حبيب قلبي، حبيبي ربنا يخليك. عقدته ار سي. زيزو ار سي سي حبيب قلبي اخويا. حبيبي والله العظيم احلى واحد انا بحبه في حياتي بجد، اخويا الكبير اللي انا بتشرف بيه. حبيبي يا زيزو. وطبعا نجم المزيكا احمد ماضو رقم واحد على مستوى مصر دلوقتي توزيع في مصر. وطبعا اجمد برنامج في الدنيا واحلى احمد بدري في الدنيا كلها. حبيبي يا معلم حبيبي. احلى زيزو ار سي سي. زيزو ار سي ده اخويا مش شغال معايا، يعني ده اخويا مش شغال ده معايا. شيء حبيبي والله كفاح. متشرف بيك يا حسن. من الناس اللي الله اكبر عليه، يعني كسوشيال ميديا اي حاجه، دعاية سوشيال ميديا حلو. دعايه الكلام ده الله اكبر عليه يعني. الله. حبيبي حسن واخويا تستاهل والله بره أحسن الشغل من يعني كده. هو مش شغال وسلام معايا. والله الاستاذ محمد الجندي واليماني والدنيا الجميله كلها اللي عندك. حبيبي ربنا يخليك. كل الناس بتمسي عليك. طب انت عايز تقول ايه على الهوا للناس دي النهارده كده؟ بعد والله ما العظيم هو الواحد يعني انت ما خليش كلام يتقال الصراحه، كل الاسئله انت سالتها وكل حاجه وما شاء الله عليك، يعني ما فيش اي حاجه، انت وضحت كل حاجه للناس يعني. حبيبي ولسه ما شاء الله بقى عليك يعني. لسه هنتكلم برضه على الاعمال الجايه بتاعتهم ان شاء الله. لسه ان شاء الله في مفاجآت كتير باذن الله. وطبعا بقى النجوم بقى عندك بقى هم يقولوا لك في مفاجآت كمان برضه، هو شاكوش لسه ما قالش عنها، يعني حاجات باذن الله هتكسر مصر كلها باذن الله. باذن يعني الله حاجات نجاح باذن الله، بس لسه شوف لنا مفاجآت بقى، لسه شوف لنا زي ما زيزو ماضي قال بقى كده مش وقتها دلوقتي. زيزو. شوف لنا بقى، عايزين نقبض بقى من اليوتيوب والكلام ده. كده هو جه في فلوس يا معلم. انا لو منا لا هو اللي ماسك الحوارات دي، يعني هو اي فلوس اي حاجه جايه من الكلام ده هو اللي بيبقى خاص هو بتاعته يعني. مش هتشوفني تاني خلاص، اخد الفلوس وامشي. تحت رجلك يا حبيبي. حبيبي يا بوشة، وبجد انت اخونا الكبير اللي احنا بنتشرف بيه، وانت اخويا قبل اي حاجه حبيبي يا وبجد زيزو. يعني انا فرحان والله بجد ان انا على طول معاك يعني. حبيبي ربنا يخليك يا رب كده، واشوفك احسن الناس باذن الله، وانا اللي عامل لك حبيبي فرحه. حبيبي اخويا انا اللي اكسر لك حبيبي. فرحه ان شاء الله. اكيد طبعا، بإذن انت الله. فرحي مش هتغني فيه ازاي يعني. نفسك في وشي. ممكن اعتذر ولا حاجه، ممكن يموت. لا 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 بعد الشر ربنا يجعل يومها قبل يومه، يعني ايه يعني، ده اخونا الكبير يعني. حبيبي يا زيزو. حبيبي يا زيزو خليك حبيبي مكمل أخوي. معانا واسمعنا
في اصله شعبي، اصل الشعبي في مصر. ايه بقى يا معلم؟ ايه يا حبيبي؟ كنا بنقول وبنتكلم على الحاجات اللي انتوا ناويين تحققوها الفترة الجاية، وكنت بسألك واللي هو آخر سؤال معانا، هل لو الدنيا وقفت، لو يعني هي انت بتقول انها مش هتحصل، بص بس اقول لك على حاجه، لو يعني خليك حاطط امل في ربنا ان هي مش هتقف. ونعم بالله وكل حاجة، بس بس خلينا اصل بص هقول لك على حاجة. بعبور وسعد الصغير والجيل ده اللي هو بتاع العنب وبتاع السمك والحاجات دي، لو تفتكرها اكيد طبعا يعني. الناس دي في ساعتها كانوا فاهمين ان الدنيا دي برضو موجودة ومش هتتطور، مش هيبقى في حاجة اسمها يعني، محدش كان متوقع منهم ان في مهرجان هيطلع بالظبط. اللي حصل بص يعني ده اللي انا شايفه حصل. والدليل على ده ان نجوم المهرجان في حتة، والناس دي دلوقتي هي مش موجودة، يعني الناس دي مفيش منهم حد كمل في المهرجانات. لا، ما هم الناس دي مش بتوع مهرجانات. طب ما ليه مش بتوع مهرجانات؟ هم مش بتوع مهرجانات عشان هم طلعوا في لونهم. حلو. انا بقى النهارده لو طلع حاجة بالظبط، لو انت بس الناس دي تقدر تغني مهرجان، بس هي مش متواجدة. ما هم مش متواجدين علشان خاطر هم باصين لحاجة تانية، يعني هم مش مركزين، هم مركزين دلوقتي كميديا، يعني هم مركزين كميديا، مش مركزين مركزين في التمثيل اكتر والكلام ده. انما هم الناس دي لو ركزوا في ميديا. وبعدين سعد الصغير يعني هو الراجل عمل طفرة كده، هو الوحيد اللي في مصر اللي قدر يعملها، يعني هو الوحيد اللي طالع بقى وبيرقص وسط الفرقة ومش عارفة وايه وشغل التنطيط والكلام ده. ويرقص هنا ومش عارفه ايه، يتنطط على الترابيزات والكلام ده شغل. هو ده سعد اتعرف في الحته دي ان هو خفيف، ففي ناس كتيره جدا عايزه تقلده في الكلام ده، مش لاقي طيب عليه. خلينا نتكلم عن اعمالكم السنه دي كده، والحاجات اللي هي لسه هتتعمل عشان نعرف الناس. لا ان شاء الله احنا انا لسه بقول لك، انا لسه ماضي امبارح، لسه ماضيين فيلم ان شاء الله. مذبح مصر. مذبح مصر. ده هيبقى بطولة مين؟ ده هيبقى بطولة، احنا لسه لغاية دلوقتي اللي انا عرفته ان بطولة الفنان سمير غانم. جميل. وحد طبعا من ألمع النجوم يعني. انت ممثل في الفيلم ده احنا طالعين، احنا مغنيين اغنية ان شاء الله جوه الفيلم. غنى جوه الفيلم. تمام بإذن الله. وان شاء الله يعني في تسجيل اغنية الايام اللي جاية دي. الفيلم اللي انا يعني بغني فيه وبمثل فيه اللي هو فيلم علي معزة. تمام. وفي المسلسل باذن الله برضه نازل برضه لامي جاده بتاع نظريه بلبله، بطوله نرمين ماهر والفنان شعبان عبد الرحيم. تمام. وعلاء مرسي كده. يا رب دايما بالتوفيق، وان شاء الله كده يبقوا ازيد وازيد وازيد، واستضيفك تاني بقى ونتكلم عن الاعمال التانية. وان شاء الله في حاجه برضه مع ماضو باذن الله كده، هنبتدي ان احنا انا لسه رايح لماضو. هنقعد مع بعض عشان في فكره في دماغنا كويسه جدا، فهنطور منها. هنشتغل عليها. يعني هنشتغل عليها. مفيش حاجة كده حصري للبوابة هتبقى عاملة ازاي، ولا انتوا لسه اصلا مش راسمين ملامح الحكاية؟ لا، احنا مظبطين الدنيا وكل حاجة، بس احنا عايزين نقعد مع بعض تاني. قعدنا مع بعض مرة. تمام. عايزين نقعد مع بعض تاني على اساس ان احنا يعني نعمل حاجة جديدة، زي مثلا عملنا مهرجانات. تمام. بقينا بننزل الطرب في وسط المهرجان على المزيكا، على الدرامزات بتاعتنا. بقيت الناس بتسمع. ابتدى الموضوع احنا كده بنطور. ماضو كلمني قال لي بقول لك انا عملت مزيكا جامده جدا، تعال اسمعها، اللي هي بتاعت انا من زمان وانا عارف ان انا فنان. ايوه. فاحنا ما بنعملش يعني، احنا كان اي حد لو هو الموضوع بيبقى ورشة عمل كده وبتطلعوا اي حد هيسمع المزيكا اللي ماضو عملها وهيجي. لا، انا من النوع سمعت المزيكا رحت جايب كرم صاحبنا واخونا كرم عنتر، قلنا له خد يا كرم المزيكا، عايزين موضوع يتغنى عليه. تمام. يتغنى لان احنا الحمد لله يعني انا من النوع ما بعرفش اغني اي حاجه، يعني يقول الموضوع من اوله لاخره كلام رايق وحلو وحاجه موضوع موضوع يا اما لا موضوع مناسب ونقدر ان احنا نطلع حاجه بشكل كويس. لو حاسين احنا ممكن نسجل موضوع، نفضل مثلا يوم كامل بنسجل في اغنيه، ونيجي في الاخر نحس ايه يا ماضو، يقول لي انا مش حاسسها، اقول له ولا انا ديليت. الغيها. وبقى لنا مثلا 24 ساعه بنسجل في الاغنيه. فبنبتدي ان احنا نفكر، لا بنفكر، احنا بنفكر في الناس
جمهورنا الاول. وبعد ما بنعمل الموضوع بنكلم كام حد صاحبنا من جمهورنا، يعني هو صاحبنا وفي نفس الوقت هو بيقول لنا ده مستمع. نجاح، دي نجاح او مش نجاح. حد بتثقوا في رأيه يعني. بس صح. طيب ده شاكوش والأعمال بتاعته، عرفنا كل حاجة. ماضو بقى هيبقى متواجد بشكل ايه الفترة اللي بص جاية؟ هو في كذا حاجة، أنا برضو موزع لكذا حد، فزي برضو أنا في مسلسلات زي ما قلت كذا مسلسل، وفي برضو الشغل اللي شاكوش قاله بتاع الأفلام، أكيد في أغاني منهم هيبقى توزيعي. تمام. ان شاء الله. فطبعا كل يعني إن شاء الله ورشة العمل هتبقى كلها واحد بإذن بإذن الله. الله، وفي حاجات كتير جاية إن حاجات شاء الله. الميديا اللي انا قلت عليها دي ان شاء الله يبقى إن شاء ماضي الله. ولا يوزعها. هتبقى شغل ماضي. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا رب دايما بالتوفيق، وان شاء الله يعني تبقوا معايا المره الجايه كده بعد ما حبيبي. تكسروا الدنيا. أهم حاجة ما تنساش تجيب فرح، خلاص أعزمك. اكيد طبعا يا حبيبي، ده من غير اي كلام يعني. حبيبي ربنا هنطلع نختم بوش السعد عليك. اه اوعدك. اشكرك اوعدك. واصله شعبي، اصل الشعب في مصر. استنوا مننا كل جديد، واستنوا شغل عالي جدا الفترة الجاية. وراديو البوابة عايز اوصل بس تحيه لكل اصحابي وكل اخواتي ومنطقتي طبعا بلاد دكرور. طبعا. وتحيه خاصه لمحمود الكوتش واحمد الرشاد واخويا روبي منصور ابو مندي وعاطف وان شاء الله ربنا يجيب لي والدتي باذن الله عشان هي في عمره في السعوديه. تيجي بالسلامة ان شاء الله. وبشكر كل تيم طرب ميكس، لان الناس دي بصراحه يعني ناس محترمه واخواتنا بعيد عن الشغل والمجال كله. يعني انا بشكر المجال كله والتحيه خاصه للمجال كله عشان احنا كلنا في مركب واحده وحاطين ايدينا في ايدين بعض. فان شاء الله ما فيش اي حد هيفكر ان هو يعني ايه يغزلنا، يعني ان هو حاول يوقع مننا والكلام ده. فاحنا مكملين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اصله شعبي، اصل الشعبي في مصر.